فقال لي انت قاعد بتعمل ايه هنا وبتاع، انت ابني كرييتيف. فقلت له حبيبي الله يكرمك وبتاع. فقال لي لا دي مهنه، في مهنه اسمها كده. انت انا بقول لك انت خاسس. فبدا لك يلا يا جماعه هنتبريف. مصطلح هنتبريف ده بيضحك جدا في الاول. انت لو ما تعرفش يعني ايه نتبريف وحد بيقول لك تعالى نتبريف فهتحس ان اوكي يلا نتبريف. هنروح فين؟ البريفه بتحصل فين؟ اولا هو ليه بيقولها جنجل مش جنجل؟ وايه علاقه الغابه والادغال بالجبن والالبان؟ هل عشان ممكن يبقى في بقره؟ البرودكشن ما بقاش رخيص، ويوم التصوير بقى بارقام مش هنقولها يعني، بس لا عايزين نقولها على انا من كتر ما انا مش عارف ده ايه، انا قلت لهم مين ويجز دول؟ انا فاكرهم مجموعه ويجز كتير يعني، ويج فبقوا ويجز والله العظيم. فوارد جدا ان الاعلان ده هيبقى حلو جدا بالمخرج ده، المخرج ده مش فاضي، فالمخرج ده جه بداله اللي هو شاطر بس الحته دي مش بتاعته، فاجي عك الدنيا بقى. هنكراك البريف ده منين؟ هنخش له منين؟ هو سهل وهو مكتوب في 3 صفح بس عايزينه 30 ثانيه بقى. انت بتقول هانيا تلاقي نفسك خلاص الاعلان خلص. طب ما انا هعمل ايه يعني؟ انا هطلع الراجل يعطس اقول له ارحمكم الله خلاص الاعلان خلص؟ مش لازم تقول لي احنا عندنا 39 حاجه عاوزين نقولهم في ال5 ثواني دول. ما انا مش عارف طريقه السرد نفسها صعبه بوظتها. انت ما ينفعش تطلب منه يروح يغني 3 ساعات على المسرح. هو مش هينفع يبقى ام كلثوم، ام كلثوم مش هينفع تقول لها اعملي لي كات داون من انت عمري ده، هي اول يا ليل دي خلاص احنا اصلا خلاص الاعلان خلص. يا اسطى بتخلينا نصور في رمضان ليه يعني؟ ليه يا اسطى في ايه؟ ما من بدري يا برنس، ما تدخل البريف بدري يا باشا. انا مره زمان خالص كنت شغال على براند بطاطس، فكنا بنكتب اغنيه، فانا قلت ايه طب ما تيجي يا جماعه نسجلها واحنا فمن ورا بقى فارم فري عمال اعمل اديهم بقى كده. بعتوا ميل قالوا يا جماعه ما تهزروش معانا تاني ومشوا. يعني مره كنت بكتب على القهوه والقهوه ولعت. بلاش عشان احنا عادي هناخد واحده سكيب اد قشطه جدا في اول 6 ثواني هناخد واحده سكيب هندوس على دماغ الممثل اللي احنا كنا لسه انت بتعرف تقرا اسم الكومباوند؟ لا انت مش فاهم، انت شايف حروف جنب بعض فاكره سيريال يطلع ده اسم الكومباوند. بتحايل على المخرجين ان انا اللي اقول فركش، بحب قوي اقول فركش. يا اهلا يا مرحب، وحلقه جديده من مواجهه اعلانيه. الحقيقه ضيفي النهارده ضيف مميز جدا وعزيز جدا على قلبي، وعلاقتي بيه تمتد لفتره طويله جدا. عمر، يا اهلا بيك معانا في مواجهه اعلانيه، واظن النهارده انت موجود بتعريف مختلف. خليك انت بقى حاسس لابس باروكه. عرف انت بقى الناس بيك النهارده بصوره ذهنيه تانية خالص. أوكي. غير عمر الفنان المسرحي اللي عنده ستاند اب كوميدي او انتر اكتيف شو. ايوه تمام؟ اشكرك. ايوه التعبيرات هنا تبقى دقيقه. بالظبط. عرف الناس بقى بدور ممكن مش كل الناس عارفه، الدور اللي انت بتقوم بيه في البروسيس الخاصه باي كامبين اعلانيه من اللي احنا بنشوفهم وانت مكسر الدنيا يعني ماشي. مساء الخير عليكم جميعا. انا بشتغل كرييتيف اعلانات بقالي دي السنه ال11 وبس. انت ايه رايك في التقديمه؟ حلو والله العظيم هنبتديها كده ما خلى ودانا. تمام. بص خليني اسالك بقى سؤال، بما اننا بنتكلم عن حته التقديمه، بس تعالى اسالك السؤال الاهم اللي ممكن بيشغل ذهن ناس كتير قوي. ماشي. الناس بتشوف الاعلان ال30 ثانيه، ماشي. السحر بتاع الاعلان وحياه الاعلان وقد ايه انها ممكن تبقى ستيب مهمه جدا لدخول عالم السينما والدراما والشهره اللي بتاكل ماشي. دماغ ناس كتير قوي. ماشي. بس هم مش عارفين ايه اللي ممكن يخلي حد يشتغل في هذه المساحه دي. مساحه مهمه جدا. ماشي. ان انا ازاي اطلع الكرييتيف كونسبت بتاع ماشي. كامبين مهم قوي. ممكن وانت بتحكي لنا القصه دي تحكي لنا عمر عمل ايه عشان يوصل هنا؟ انا بس كمان عشان اعرف، انت واحد من العناصر المهمه في واحده من اهم الوكالات الاعلانيه العامله في مصر. يعني انا برضو ده تعريفي الدقيق ليك، بما انك انت كنت متواضع يعني مش متواضع بحاجه، بس انا شايف ان دورك كان دور مهم قوي، وبصمتك موجوده على حملات اعلانيه ناجحه ومهمه والبراندز كبيره جدا موجوده في مصر. يعني بناكل عيش. انت متواضع جدا، بس انا عارف لا والله خالص قيمه اللي انت بتعمله ودورك في الفريق، وكمان في وكاله اعلانيه مهمه، وحتى المحطات اللي انت خدتها ما بين الوكالات في هذا الاطار. ماشي. انا الحقيقه شايفها رحله تحترم ويتسقف لها يعني. ما انت لو عرفت البدايه هتعرف ان ولا هتسقف لها ولا حاجه. انا بدات ازاي في الاعلانات؟ انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها كده اصلا، يعني ما كنتش عارف ان دي مهنه. يعني دلوقتي لما بيجي لنا حد في الايجنسي مثلا انترنز او كده، هم بيبقوا عارفين، يعني هم جايين عارفين ان في كرييتيف وفي كوبي رايتر وفي ارت دايركتور وفي مش عارف ايه، وهم جايين عارفين الحاجات دي. انا الصناعه بطبيعه انا ناس، يعني انا كنت بعمل مسرحيه. حلو. وعزمت كنت بشتغل في مكان. تمام.
ماشي انا ممكن اقول انا كنت بشتغل في قول حلوة. اسامي وزي ما انت طيب عايز. انا كنت بشتغل في مصر الخير، مؤسسه مصر الخير، عظيم. كنت منسق برنامج الشباب والنشء، كان ده التايتل بتاعي. حلو. طبعا على الله حكايتي. حلو خلي بالك المساحه بتاعت العمل التنموي كانت تلاقيها كده معلمه في حياه ايوه بس انا ما كتير لسه انا قوي. حتى ما كنتش عارف ان هو تنموي. انا كنت لسه متخرج وعاوز اقبض يعني، انا فاهم. فرحت اشتغلت وكنت بعمل مسرح بقى، انا من مسرح الجامعه من 2010 وبنعمل مسرح بتاعه. وكنت بدات انا وايه باسم موريس، انت عارف باسم. أيوة. انا وباسم صحاب بنخرج مسرح وبنكتب وكده. عظيم. فعملنا عرض مسرح اسمه الفانيلا، وكان عرض كوميدي جدا جدا، وكان ميكس ما بين الستاند اب كوميدي والتمثيل، وكان ده في 2012 او 2012. حلو قوي. فعملنا المسرحيه ومش عارف ايه، والتذكره ب 10 جنيه. فروحنا عزمت انا الناس اللي ايه في مصر الخير. تمام. فانا صغير مديرينك بقى بالناس اللي تعرفها بناس، فانا طبعا ايه بروح اقول لهم كلهم يا جماعه تعالوا احضروا وبتاع. فانا ايه يعني شاب صغير جدا، ففي ناس ايه مثلا يقول لك طب هات 5 تذاكر. فهم اشتروا التذاكر كلها لان هم بقول لك تذكره ب 10 جنيه، فايه هم بيسبورت بالظبط. حلو. فقلت لهم لا ايه تعالوا هاتوا الناس وكده وبتاع. هم ايه وعملوا جم فعلا وعملنا مسرحيه حلوه جدا. عظيم. في تاني يوم بقى رحت فقالوا لي ايه ده في استاذ محمد محي سأل عليك. استاذ محمد محي يعني صديقي طبعا جدا دلوقتي، وهو كان رئيس قطاع الاستثمار. عظيم. فانا اصلا هلهوله بقى جدا ان هو يسال عني، ما انا برضو عملت ايه، ما انا خايف جدا ابقى عكيت حاجه في الشغل. فهم ايه نزلت له وبتاع ها فقال لي انت قاعد بتعمل ايه هنا وبتاع، انت ابني كرييتيف. فقلت له حبيبي الله يكرمك وبتاع، ما انا كنت. فقال لي لا دي مهنه، في مهنه اسمها كده. انت انا بقول لك انت خاسس. الحلقه دي مش هيبقى فيها اي كلام جد. لا والله لا ان شاء الله هحاول. فالمهم ايه فمش عارف مين، فكلم رشا سمير، فرشا سمير مش عارف ايه، فكلمت شيرين هلال. هيت كرييتيف يعني طبعا. ده البيت يعني، ده اول يعني مكان انا اول خالص. محطه ليك في هذا. شيرين هلال واحده يعني من اهم الناس اللي حطيتها عندها بصمه جداً في الاعلانات جداً. في المؤسسات التنمويه. لا شيرين وانور، وانت عارف لا انا يعني. هقول لك بقى، ما انا جاي لك بقى في الكلام. هقول لك بقى وسامح فرج طبعا وكده. المهم احنا ايه دخلت انا كنت بروح الشغل، بروح مصر الخير من 7 ل 3. عظيم. وبنزل اروح هيت بعد كده عشان بعد 3 لان انا كان لسه كنت تريني، وانا لازم اشتغل عشان لازم اقبض. فانت عايز مش عايز تسيب مش هينفع الفرصه. الشغل. لا مفيش رفاهيه اللي هو لحد ما اتاكد ان انا انفع ولا لا. اوكي جايز. مفيش الكلام ده، مش عارف اروح فاهم. فرحت وبدات اتعلم. انا مش فاهم حاجه خالص، خد بالك انا مش دارس ماركتنج، انا سياحه وفنادق. عظيم. مش فاهم حاجه خالص يعني مش فاهم يعني الحاجات يعني بيتقال قدامي ستوري بورد. ايه ده يعني ايه؟ تمام، ما دام ما حدش باصص لي يبقى مش انا، يعني ما دام محدش وجه لي كلام يبقى ما كنتش فاهم حاجه خالص. ولا بريف ايه ولا قصص. لا بريف كلمه بتضحك جدا، انا كنت بضحك، انا فاكر بريف ده حد هيقلش بقى ويعني فاهم. انا ما اعرفش حاجه خالص. عظيم. فبدا لك يلا يا جماعه هنتبريف. مصطلح هنتبريف ده بيضحك جدا في الاول. انت لو ما تعرفش يعني ايه نتبريف وحد بيقول لك تعالى نتبريف، فهتحس ان اوكي يلا نتبريف. هنروح فين؟ البريفه بتحصل فين؟ فبدات اتعلم وكده ويلا نكتب جينجل مثلا. من الحاجات اللي اتطلبت مني في الاول، انا فاكر انور كنت هجلطه يعني، هو يلا نكتب جينجل. انا عايز افهم، كنا بنشتغل على براند، والبراند ده بتاع جبن والبان وحاجات كده. عظيم. حلو. فانا عايز اعرف اولا هو ليه بيقولها جينجل مش جونجل. ماشي. وايه علاقه الغابه والادغال بالجبن والالبان؟ هل عشان ممكن يبقى في بقره؟ انا بص والله العظيم دماغي عندي لطفه فاهم. فمش فاهم، فعمال يقول لي جينجل نكتب جينجل والناس بتهز دماغها، فبهز معاهم. ماشي، واضح ان انتوا كلكم فاهمين يعني ايه جينجل. فانا ماشي تعالوا نكتب جينجل يعني ما اعرف. لحد ما شرحوا لي بقى يعني ايه جينجل واغنيه ونعمل ومش عارف ايه وبتاع. فتمام. فهو قال لي اسهل طريقه ده يعني، او يعني واحده من الطرق اللي بتكتب بيها الجينجل دي، ان انت تكتب على اغنيه اوريدي، تجيب اغنيه وتكتب عليها المزيكا بتاعتها، يعني هتكتب الكلام على لحن اوريدي. فكان هذا البراند المراعي. عظيم. حلو. وانا حسيت ان المراعي هي نفس تفعيله كلمه الاماكن، فرحت كاتب المراعي على الاماكن لمحمد عبده. لا ده مش فاكر طبعا الكلام، بس المراعي كلها مش عارف ايه حاجه. ودخلت من كتر ما انا مقتنع ان انا عامل فكره هتاخد كان تمام. فدخلت غنيتها له صمت. طبعا هو فاكرني بهزر، وبعد كده بدا يمسك قلبه يقول لي يا ابني لا يا ابني فاهم.
بس والله ايه اتعلمت وبدات بقى ايه لا وسامح، ويعني ايه كونسبت، ويعني ايه اكسكيوشن، ويعني ايه ازاي، وفي انسايت وفاكت يعني دلوقتي بقيت راجل محترم، يعني بقيت فاهم الحاجات لا ده يا معلم، انا اصلا كده كده عايز اقول لك حاجه يا عمر. انت فاكر انا اتعرفت عليك اصلا ضمن حمله اعلانيه صح مهمه، والحمله الاعلانيه المهمه دي كانت بتنفذ لكيان حكومي كمان صح كبير. صح فلا، وعلى فكره انا شايف كل الكامبينز اللي انت بتتحرك عليها دلوقتي واللي بصمتك واضحه فيها جدا، سواء كانت معني بالكرييتيف بتاعها، او كمان موجود بتمثل مؤخرا يعني كنت في كامبين. دي واحده كده في الصندوق يعني بس بقى. كلها بجد والله الحقيقه على المقياس بتاع ان انت بتطلع كامبين فيها التوازن ما بين ان انت بتعرف الناس البرودكت اللي طالع ما هو دي حاجه مهمه بقى جدا، والبالانس. دي حاجه مهمه جدا، لان احنا مش بنعمل فن. هو بقى هي دي بقى الاشكاليه خلي اللي بالك بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. النقطه المهمه جدا وده بسببه البودكاست موجود، الفكره اوكي بتاعت مواجهه اعلانيه احنا عاملينه عشان النقطه اللي انت بتقولها دي. احنا دلوقتي وكأننا بين في فريقين، في حد شايف انه محتاج يطلع بيس اوف ارت، تمام، وملوش دعوه وينترتين الناس. صح، بس هو ده مش الكار بقى يا جماعه، يعني هو احنا مش هنا. انت مش هنا. انت عاوز تعمل فن، اعمل فن، لكن الاعلان ده هو في جهه معلنه، في ما تضيعش كلاينت، فلوس الكلاينت. في كلاينت عاوز يبيع منتجه، او بص هو احنا انت العميل ده بيعمل اعلان ليه؟ يا اما عاوز يبيع حاجه، يا اما عنده مشكله بيحاول يحلها، يا اما بينزل عرض وعاوز الناس تعرف عنه، يا اما في يطلع له كومبيتيتور فهو بيحاول يزود الايكويتي بتاعته. يعني هو في الاخر بيعمل ده لاهداف بيزنس. عظيم. ما تجيش انت بقى تقول لي انا عايز اعمل بقى يطلع القمر عشان انا نفسي اروح اصور يومين في فكك بقى من الكلام ده. يعني اولا الصناعه بقت غاليه جدا، صناعه الاعلان والبرودكشن بقى حاجه غاليه جدا جدا جدا. حلو قوي. فانت محتاج تبقى انت في مسج واضحه والناس فاهمه انا بعمل الاعلان ده ليه. يعني لان ساعات بتصطدم بان يا جماعه هو فين البريف؟ طيب اللي انا كنت بتريق عليه بقى اللي هو انا يعني ايه بتبريف وبتاع، ما هو البريف ده انا محتاج ابقى فاهم انت. يعني احنا ممكن احنا هناخد الخطوات، البروسيس ماشي هناخدها من الاول. بس خليني بقى في النقطه دي عشان دي نقطه مهمه قوي. ماشي وانا بحاول بس ايه يبقى لايق على الطريقه اللي احنا بنطرح بيها الكلام. ماشي. في نفس مكانك هنا كان موجود معانا ضيف مهم قوي، وواحد من اهم خبراء التسويق اللي موجودين في المنطقه كلها. حلو تمام. وكان بيدينا تفسير لهذه الظاهره وللخناقه اللي موجوده. ايه الخناقه؟ اللي قال لك انه في ناس عندنا في وكالات اعلانيه او ناس مسؤولين عن التسويق في كيانات فرحانين بان الكامبين بتاعتهم مكسره الدنيا وانها ترند رقم واحد، بس هي مش جايبه النتائج طبعا الكوميرشال صح المطلوبه منها. صح. فلما كنا بنساله تفسيرك وتحليلك لده شكله ازاي، والله الراجل قال تفسير مهم قوي وبسيط جدا. حلو. قال لك والله الفريق اللي شغال على الكامبين هو من اهل الميديا مش من اهل التسويق. فاهل الميديا عندهم هدفهم ان اللي ما يشتري يتفرج. ماشي. يعني انا عايز ترند وعايز فيور شيب وعايز حرفيا اللي ما يشتري يتفرج بالظبط. بس اهل التسويق اللي بيفكروا التسويق بشكل حقيقي هدفهم انك ان تشتري وتتفرج. اللي يشتري هو اللي يتفرج. اوكي ماشي. انت يعني فاهمني ازاي ان انا حلوة. اخلي اللي يتفرج يشتري. ماشي. انت فاهمني ازاي؟ فالخناقه دي طول الوقت والمسطره بتاعت ان انا عايز اعمل حاجه. انت ممكن تعمل حاجه فيها دم خفيف وفيها كوميديا طبعا لان دي تول بالظبط هي كده. دي هي انت ليه انت حليتها. انت ليه تخلي التول هدف؟ بالظبط ببساطه احنا ما بندورش، احنا ما بنعمل يعني تعال نقول ان انا الجانب الاخر من حياتي العمليه ان انا راجل بشتغل بهزر بعمل شو بيضحك حلو انت كده. فنان مهم. فده الغرض منه ايه؟ ده الغرض منه الضحك. حلو. مش طول الضحك هنا مش طول، هو ده الاوبجيكتيف، ده اللي انا عاوز انا رايح اوصله. اقطع التيكت عشان اتفرج على عشان عين أضحك. جمل شو. بالظبط تمام، عشان اضحك او أضحك. اضحك. بالظبط. حلو كده. عشان وده انبسط. اللي احنا بنقوله في الانترو حتى صح. تستعدوا عشان تتكلموا وتسمعوا وتضحكوا وتضحكوا. الاعلانات مش كده. الاعلانات دي انت ممكن مره تغني، ممكن مره تضحك، ممكن مره تبقى فيري 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 ايموشنال وتخلي الناس تتاثر قوي وتحس ان ايه ده. زي الحاجات هتلاقي عادات الحاجات دي في الحاجات بتاعت يا اما ان جي اوز، يا اما عيد الام، يوم الاب، الحاجات اللي هي اللي بتحرق. وممكن تهزر برضه في ده، مش بقول ان صح. ان لازم ده يحصل كده. بس انت هنا بتوري الناس ان في كذا تول. ككرييتيف ممكن عندك مره تكتب حاجات بترايم، مكتبه فيها ادوات. ممكن تكتب سكريبت، وممكن تكتبوا دراما، صح. وممكن تعملوا بينج بونج، وممكن تعملوا دراما، ممكن تعملوا سكتشي. انت على تعمل حسب حته مزيكا تعبر عن الكلام اللي انت على حسب بقى، على حسب البريف وعلى حسب القماشه اللي معاك اللي انت هتفصل بيها
الحاجه اللي العميل ده جاي يستلم منك هذا القميص. حلو قوي، حلوه الجمله دي. يبقى انت هنا النهارده بتقول لنا الهدف من الاعلان مش ان انا انترتين الناس، انا بستخدم الانترتينمنت كتول عشان اوصل للهدف الكوميرشال او الهدف التنموي اللي جاي بيه الاعلان. الا في حالات بسيطه قوي. في ساعات كلاينتس تبقى هي جايه بتقول لك انا يا جماعه جامد قوي، انا ما عنديش مشاكل، انا بنافس نفسي، عظيم. بس انا عايز ابقى الناس تفتكرني بالخير يعني، فتعالوا نعمل اعلان للصيف روش قوي. حلو فهنا على فكره ده يبان من بره ان ايه ده، الله ده بريف صعب جدا جدا، لان ما عنديش حاجه اقولها. انا مش انا ما انت الموضوع دخل في حته بقى ايه سبجكتيف قوي، يعني هو حلو ولا وحش، هو ذوقك ولا مش ذوقك اللي انا بعمله ده. لكن احنا لو بنبيع كوبايه قهوه، بنبيع كوبايه قهوه يعني. انا عندي مواصفات، وعندي هقول ايه ومش هقول ايه ومين لكن انت طالع بتقول لي ايه، تعال نتكلم كده على الصحيان. ايه اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. انت بتصحى متاخر يا عم، انا بصحى بدري يعني، فاهم؟ انت بتنام انت بتنام بالليل وانا بنام الصبح. حلو قوي. فالموضوع بيبقى فيري سبجكتيف. فاهم التحدي اللي موجود عندك. بس المفروض او الشائع يعني، او الاغلبيه العظمى من البريفات بتبقى حاجات واضحه. فانت انت المفروض تبقى انترتيننج بس برضو بما يناسب المنتج اللي بتبيعه. يعني ما تبقاش بتبيع حاجه يعني. عايز اديك مثال. انا معاك. انا هحاول اقرب بس النقطه دي عشان برضو الناس اللي بتسمعنا. في جزء مهم قوي هو شكل العلاقه اللي ما بين الشركه وما بين العميل بتاعها بالمنتج اللي هي بتقدمه. العلاقه دي هي علاقه خاصه جدا من كل سيكتور والتاني. ماشي. فما ينفعش شركه اتصالات عايزه تهزر في الصيف فتطلع لك جينجل حلوه ودمها خفيف وبتضحك وبترقص بس عشان الصيف. بس هو ما قالش اي حاجه، ما عملش اي عرض، ما عملش اي بس عاده يعني شركات الاتصالات ما بتعملش كده طبعا. لان هو خد تاني هرجع اقول ان الموضوع بقى البرودكشن ما بقاش رخيص. صح. ويوم التصوير بقى بارقام مش هنقولها يعني، بس لا عايزين نقولها على فكره عشان الناس محتاجه تبقى اوير باللي بيحصل. يعني مش حتتي، مش هتكلم عنها، بس ارقام كبيره قوي يعني. يعني ملايين مملينه يعني. بالظبط. يعني انت انا اظن اليوم دلوقتي وصل فوق ال 3 مليون جنيه. لا او اكتر. بس ده اللي هو لا ده في التسعينات 3 مليون ايه؟ لا اكتر طبعا يعني. يوم التصوير المحترم اغلى من كده طبعا. لان انت يعني في عوامل كتير قوي بمزاجك غصب عنك. انت لوكيشنز غليت، مخرجين اجورهم زادت، كرو اجوره زادت، الايجنسي نفسها كفيز اكيد زادت. يعني كل الحاجات، ما هو الدنيا بتغلى فاحنا بنغلى، فالدنيا جميله يعني. فبس فده ايه احنا كنا بنقول ايه؟ عشان انت عارف انا عندي شويه مخي خفيف شويه. انا مركز معاك. ماشي. تعال ناخد الحدوته من الاول. ماشي. وده هدفنا احنا هنا كمان في البودكاست. على قد ما احنا حاطين ومسلطين النور على الخناقه اللي كنت بشرحها لك، ماشي، وكمان عايزين نوري الناس مين المعلمين والصناعيه التقال في الشغلانه الحلوه دي. الله، طب وجايبين انا ليه؟ انت واحد منهم على فكره. انت واحد من اهم الناس يا عم. الله يخليك، والله بكلمك بجد. الله يخليك. النقطه الثانيه دي كمان ان احنا عايزين نخلي الناس تبقى اوير هو ايه اللي بيحصل. تعال ناخد دي اول سؤال، وده كررناه كتير قوي في حلقاتنا في البودكاست. كنا بنقول انه ساعات بتبقى الحمله الاعلانيه الناجحه باينه من البريف بتاعها. لو الجواب بيبان من عنوانه فالحمله بتبان من البريف بتاعها. صح. فدي كده كأنه خلينا نبتدي بيها بالقصه. انت اول مرحله عندك فريق تسويق في مؤسسه سواء كانت خيريه او مؤسسه تجاريه. تمام. عنده غرض ما فكتب بالنسبه له البريف والوضع والسيتويشن. تمام. وجالكوا الايجنسي يا عمر وانت احنا عندنا اجتماع مع الكلاينت. تمام. وعايزين نسمع البريف. لا بس هو يعني مش ده بقى اللي بيحصل. قول لي بقى. احنا الايجنسي دي حاجه ليها تقسيمه داخليه. عظيم. في بلاننج واستراتيجي تيم، في اكاونت مانجمنت، في كرييتيف، وفي كل الحاجات اللي موجوده في اي شركه، الليجل والفاينانس والحاجات دي. موضوع تاني. وفي ارت ديبارتمنت بقى واستوديو كده، يعني في حاجات كتير قوي. فالمفروض ان الجانب البيزنس من الموضوع اللي هم البلاننج والاستراتيجي والاكاونت مانجمنت دول اللي بيروحوا ياخدوا البريف. تمام. هم بيروحوا يقعدوا مع العميل يعرفوا ايه اللي هو عاوزه، ده يتناقشوا معاه، ممكن هم يصلحوا له حاجات، يصلح لهم حاجات، يفهموا اكتر من بعض، مش عارف ايه، لحد ما بيوصلوا اليه احنا هنعمل كامبين بتقول ان 1 2 3 4. حلو قوي. بيرجعوا هم الايجنسي يبداوا يشتغلوا على بروفوكيشن وانا في حاجه مش عارف اسمها بالعربي طيب. ولا والله فاهمها بالانجليزي، بس يعني انا عارف ان دي حاجه
يبداوا يشتغلوا على الاستراتيجي بتاعت هذا الاعلان احنا المفروض نقول ايه ونجيب منين والمسج ايه وايه الانسايتس اللي ده وايه الفاكتس وايه ايه كل الكلام الانجليزي ده. عظيم. يحصل ده يجوا لنا احنا بقى ككرييتيف، بعد ما خلص حاجه احنا كرييتيفز بقى، احنا كرييتيف يجوا بقى يدونا البريف، يقولوا لنا يا جماعه احنا عاوزين نعمل كذا 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 كذا. حلو قوي. ناخد احنا هذا الكلام كله، نخش نقفل على نفسنا ونبدا نفكر هنكراك البريف ده منين، هنخش له منين. ما انت ساعات بيبقى البريف صعب. انت ليه بقى؟ هو سهل وهو مكتوب في 3 صفح. حلو. انت بتشرح قوي بقى وتقول ومش عارف ايه، ولما عملوا الاوفر الفلاني لما انت هتقول ده في 30 ثانيه بلح الشام طبعا صعب جدا. بطيخ يا معلم. انت بتقول هانيا تلاقي نفسك خلاص الاعلان خلص. فانت ازاي هتعمل ده؟ فنقعد نفكر على في بقى كذا طريقه وكلهم صح. حلو. لان في ناس هتقول لك ايه، لا اوعى تفكر اكسكيوشن، لازم تفكر في الاول كونسبت. لا مش لازم. مش خالص يعني. في حاجه كتير بيبقى معاك اكسكيوشن بتحس انه لايق على البرودكت اللي انت بتبيعه. حلو قوي. بعد كده بقى طب ده الكونسبت بتاعه ايه، تعالى بقى نليق له كونسبت. مش لان في الاخر ده رايي انا الشخصي يعني. انا مش اكاديمي ومش لا ده موضوع يعني قصدي ان انا ما حدش ياخد كلامي ده انه صح وغلط. انا مش انا مش في الحته دي. خبرتك في الموضوع لا في اعلانات كتير قوي حلوه. يعني هقول لك انا مثلا من الاعلانات اللي بحبها جدا جدا، من الاعلانات اللي انا كنت من التيم اللي اشتغل عليها يعني. ليه؟ اعلان اتصالات بتاع دماغ تانية بتاع احمد امين. احمد امين طبعا. لا في كمان الاعلان بتاع اللي كان فيه عبد الباسط حموده بتاع ولا ده ولا أيوة ده ولا أيوة. حلو كده. كواليس هذا الاعلان مرعبه. خدنا البريف الخميس لازم نقدم لحد عشان في مشكله، فاحنا مش عارف ايه، فقاعدين بنفكر مفيش حاجه، طب هنعمل ايه، ولازم نجيب ناس من على السوشيال ميديا. وانا مش انتو راب بقى، مش انتو جيمنج، في حاجه كتير وهم عاوزين الكلام ده، فاحنا في مأساة. بس معايا تيم، وهو ده هنا بقى اهميه التيم، ان احنا مفيش حد مهتم بكل حاجه. صح. يعني انا شاطر في صياغه الكلام قوي. في حد مهتم في حد يعني والله يعني انا يعني مش عارف اقول ده ولا لا يعني. تعالى نقوله وبعد كده نشوف هنحطه ولا لا. انا في الفتره دي انا مش بسمع راب خالص. فمن ضمن الناس اللي اقترحوا ويجز كان لسه في الاول خالص بالظبط. انا من كتر ما انا مش عارف ده ايه، انا قلت لهم مين ويجز دول؟ انت افتكرتهم؟ انا فاكرهم مجموعه ويجز كتير يعني، ويج فبقوا ويجز والله العظيم. يعني انا عارف ان ده ما يصحش يتقال، بس والله ما كنت اعرف يعني، فاهم؟ مش عارف. فقالوا لي يا ابني ده بيغني وبيعمل راب ومش عارف ايه، فماشي. بعد كده قالوا لي ايه الراجل بتاع 5000 جنيه يا صاحبي؟ فقالوا لي مين؟ قالوا لي اديداس. فانا قعدت اقول لهم اديداس ليه؟ اتصالات هتمضي مع اديداس؟ ما هو شيء غريب جدا. فطلع اديداس ده بني ادم. انت فاهم احنا فين؟ فكره وحشه جدا ماشي. بس هتلاقيني انا ايه مثلا، انا اللي قعدت ادور وجبت الافيه بتاع عبد الباسط شبهي بقى انا. تعالى نروح للجانب ده. ايوه. فالاعلان ده كله انت كواليسه بتاع. وبعدين كان معانا مثلا الفيديو بتاع ولا ده ولا كان عبد الباسط مستضيفينه في حاجه، وعمل اللي هو لا ده عمل الحته دي. واحنا كنا الاعلان كله البريف كان ان دماغ تانية هتكستمايز الباقه، هتفصل الباقه على بناء على استخدامك انت. فمن هنا طلعت فكره ده دو دي ده دو ده ولا ده ده وده اجيب لك ده فاهم؟ انا عارف طبعا البرزنتيشن كانت مضحكه جدا. احنا رايحين نقدم السكريبت اللي بيقول ده دي دول دي ده ما بنغنيش. انا مبسوط قوي وانت شغال بتفصص كامبين هي اثرت حلوه قوي والناس فهمتها وحبتها وحبت حته المزيكا اللي موجوده، بس البنى بتاعها قد ايه هو صعب. انت بتحكي على انا عندنا افيه في المكتب شهير يعني، شهير انت بتتكلم على لا شهير. احنا من كتر ما احنا قاعدين ما فيش افكار، قاعدين عاملين كده، وفي لمبه منوره فوق شبل احمد شبل السينيور كريتيف دايركتور اللي هو مديري وصديقي يعني. فمن كتر ما احنا مش لاقيين حاجه، حد معانا في التيم قال له ايه يا شبل، في حاجه منوره ولا اللمبه بس اللي على دماغك؟ مش لاقيين حاجه، مفيش افكار. كل ما تفكر في حاجه هتلاقيها معقده قوي، مش لايقه على البريف، مش هتقول المسج حلوه بس مش لايقه. لان في تقسيمه، ودي حاجه انا اتعلمتها لما رحت اف بي 7 بقى. عظيم. ده رحت من شبل تحديدا يعني. تمام. في 4 انواع من انا الحقيقه بحبه وبحترم شبل جدا وشغله جدا، واشتغلنا كامبين خطير يعني، خطير شبل خطير يعني قوي. حلو كمخرج وككرييتيف وككل حاجه ماشي. في صح حلو
ده كلنا بنطمح له ايوه وعاده ما بنعملوش، اللي هو المفيد واللذيذ. عاده ما بنعملوش. ايوه مش هنعرف نجيبه يعني. حلو يعني صح، حلو ده بتبقى انت اللي هو ايه جت في السنتريك يعني هي ظبطت. تمام. وفي صح وحش او صح مش حلو، مش حلو ده اللي عاده بنعمله اه للامانه الشديده. ليه بقى؟ مش عشان على فكره، لان برضو مش استسهال يعني. وخليني ارجع لك للبوينت دي. وفي غلط حلو ده بيحصل كتير قوي، غلط حلو اعلان حلو قوي بس ما ينفعش. بس انت مش عارف اسم المنتج بقى. انت مش عارف ايه الموضوع، او انه راح يعني في انت سكه صح وغلط. انت اتفرجت على اعلان حلو جدا رحت قال جميل قوي 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 الكومباوند ده، تلاقيه اعلان زيت مثلا، فتقول يا نهار اسود هو ده اعلان زيت ليه؟ حلو. وفي غلط وحش وده يعني ايه ربنا يعافينا يعني، ما يعني لا اتمنى ليا ولا لحد والله. ده الاعلانات اللي بتتوقف دي بعد 5 ايام وحاجات يعني ماليش دعوه يا عم، يرجع ماشي؟ كلامنا خفيف عليهم. ماشي. ف بس هنرجع للحته بتاعي تانية بقى اللي هي الصح اللي مش حلو. اللي مش حلو قوي. ليه بقى مش حلو قوي؟ في خناقه بتدور ما بين ان كلاينت هو اللي يدينا بريف زي القرف، وهم اصلا مش عارف ايه، والناس مش دي فاهمين خناقه تانية برضه. طبعا لا حلو كده. انا والله العظيم انا عشان مش مصنف نفسي في يعني انا بجد مش وانا بقول لك انا على الله يعني انا مش مصنف نفسي في في هذه الاندستري. انا الحمد لله بشتغل بس انت جواك فنان مهم يعني ولا فنان ولا بتاع، بس يعني ايه يا جماعه بصوا تعالوا نتكلم، تعالوا كلنا نكون واضحين كده مع بعض ونجيب بقى ايه الزتونه بقى في الحته دي. اولا الكلاينت ده مش صاحب المال، الناس دي موظفين، حلو كده، تمام. واحنا برضو موظفين، فكلنا عشان نترقى ومرتباتنا تزيد نعمل نجاح محتاجين نعمل حاجات حلوه. فما فيش حد هيبقى بيسعى انه يعمل حاجه غلط عشان بس نبقى متفقين، او يعمل حاجه وحشه. ماشي اتفق. فاي حد بقى شايف ان ايه هم اصلا الكلاينت اللي ده هم كرييتيفز متمسكين احنا كلنا عاوزين نقبض عشان نعرف ايه نروح نعوم وناكل تاني وبتاع في السكه ودغري يعني. ماشي انت يعني هتعمل اعلان حلو هيقوموا مدينك جايزه الدوله التشجيعيه، ما انت هتقبض يعني، فاهم؟ انت خلصنا يعني. بص زاويه تانية وطريقه كلام تانية والله العظيم وتفكير تاني حلو، بس انا مبسوط بيه يعني. استنى بس سيبنا اكمل. فدلوقتي البريف جه يا باشا، بيقول 1 2 3. فانا رحت جينا بعد كده، خد بالك في اقسام بعدنا، ما احنا في برودكشن مثلا فوارد جدا ان الاعلان ده هيبقى حلو جدا بالمخرج ده، المخرج ده مش فاضي، فالمخرج ده جه بداله اللي هو شاطر بس الحته دي مش بتاعته، فاجي عك الدنيا بقى يا سلام عليكم، دخل بقى فاهم قال لك انا معايا حاجه ايه كنت عاملها لكلاينت تاني بس بايته، تعالوا ايه خدوا ده، فتلاقي نفسك الاعلان في الاخر مسخ عشان لا المخرج صح او لازم يبقى في حاجه غلط. حلوه دي بقى، حلوه دي النقطه دي مهمه قوي. ماشي. انت بتتكلم بقى ان الحدوته مش بريف حلو، فريق البلان والاستراتيجي طلعوه الفريق الكرييتيف بس، دي اول واحده. فتجي قلت كمان عناصر البرودكشن اللي بيشتغل عليها الفريق اللي بعدك ممكن طبعا تودينا في حته اصعب. فالنهارده عناصر العمليه الاخراجيه والانتاجيه بقى فيها مشكله، جبنا مخرج مش لاقي على الكرييتيف بتاعكم، ودي غلطتنا احنا، ما احنا اللي رحنا للراجل فاهم، وهو برضو ايه ده حاجه مش لاقي عليه يا جماعه، ما اكل عيشه برضو، ما هو الراجل يعني انت واحد جاي بيقول لك تعالى يا باشا اخرج لي الاعلان ده وهو مش شبهك قوي، تمام، ما هتخرجه انت هتعمل يا اما تجيبه ناحيتك انت سكورسيزي، ما هتخرجه يا باشا، هتاكل العيش وهتعمل تريتمنت وبتاع والدنيا هتقطع يعني بس هتجيبه ناحيتك ماشي. انا ما هو بقى الصح ايه بقى؟ الاعلانات الناجحه قوي بتبقى ايه؟ ان ربنا قدر ان الحاجات كلها تبقى حلوه، البريف الناس تبقى نيتها صافيه مبدئيا، حلو، وكل الناس جايه ايه عاوزه تجيب بطيخه مروحه لعيالها ماشي. البريف حلو، فاحنا عملنا كرييتيف لذيذ. يعني عايز اقول لك على حاجه، احنا الكرييتيف اللي اي يعني، ودي حاجه بقولها ممكن يعني ايه، وانا اصغر وانا اقل خبره كنت بتمسك جدا بفكره المخرج غير يرجع لي قبل ما يغير افهاتي انا خالص. ليه بقى؟ انت دورك ايه ككرييتيف؟ انك تبيع للعميل، صح، حلو كده، بعت الكرييتيف بتاعك ده بقى بريف المخرج، اوكي بقى عندنا كرييتيف تاني هيطلع من المخرج نهائي، مش هيطلع من المخرج، هنشتغلوا مع بعض بقى، لان برضو في مخرجين بيجوا دي بتبقى مشكله، انت بعت حاجه للكلاينت. حلو دي قوي، ايوه ما انا هقول لك التقسيمه والدور اللي انت قلته ده. ايوه ما هو انت كل انت دورك انك تبيع الفكره للعميل، وانا بقى وانت وبعد كده انا وانت بقى. ليه بقى؟ لان انت ما هو انت في الاخر المخرج ده انا بكتب على ورق، الكتابه على الورق سهله، وهيطير ويخش في الحيطه ويمشي على السقف وينبطح وينفجر، هو يجي يعمل ده يلاقي ان هو معاه 75 قرش فيقول لك يا جماعه انتوا هو انا حاوي هنفخ في الاعلام من ورا هيطلع، ما فيش حاجه اسمها كده. فبيبدا يصطدم مع البرودكشن ان يا جماعه انتوا اللي انتوا جايبينه الستوري بورد اللي انتوا جايبينها دي 32 يوم، ده مسلسل
ده فاهم، ده جعفر العمده 2 اللي انتوا عاملينه ده ان شاء الله 32 حلقه فاهم. فانت بيقول لك بس لا في ناس بس بتطلع عاوزينه افلام قصيره برضه، ما بس تنكرش حلو، بس انت. تلاقي الحلو يقول لك بس عايزينه 30 ثانيه بقى. طب ما انا هعمل ايه يعني؟ انا هطلع الراجل يعطس اقول له يرحمكم الله خلاص الاعلان خلص؟ ما احنا في دراما وفي بقى برودكت واسم العميل لازم يتعامل ونقعد نعمل الحاجات دي حلو. حلو. فهنقعد بقى كلنا ايه نلعب جوه ده. عظيم. فالمخرج بقى بيجي، لان برضو تاني هرجع اقول لك ان في مخرجين برضو للامانه هو بيجي انتوا في كرييتيف مفيش كرييتيف، انا في حاجه في دماغي وتكنيك انا شفته او انا ذاكرته او انا اخترعته وعايز اعمله. طب يا معلم هو مش لايق فاهم، يقول لك يعني انا بس هدي عنها ما هو ما انت قايلنا عن كده، عندك نموذجين وانت بتشاور لنا عليهم. حلو. عمر الاقل خبره اللي كان متمسك بالفي بتاعه مثلا، ايوه ومخرج جاي يعمل اللي في دماغه، فهنا قامت العركه. انت فاهمني ازاي؟ فهنطلع اعلان وحش زي ما يكون فريق او في الاعلان. طرف من الطرفين هيدوس نيكست حلو. لحد ما يلاقي كلمه فينش. فاكر زمان لما في الويندوز بنقعد ندوس نيكست من غير ما تقرا؟ تمام. انتوا يا جماعه عم مخرج انت قلت للكلاينت حاجه عجبته وتمام يعني انا هقبض احلى مسا عليكم نيكست. ده اسوأ، ده اكتر حاجه بتطلع اعلانات وحشه. او المخرج يعمل كده، المخرج يتخنق يلاقي ان هو مش عارف يعمل وجهه نظره فيبدا بقى ايه معلش بس عايزين بس نغير يقول له غيره معلش بس عاوزين ندخل واحد مش عارف مين من أو هو بيبقى خلاص مرحله ايه هو عمر مستني انت بتشاور الفركش. لنا على حاجه هو صعبه مستني. قوي. انت لما الناس بتتدخل في شغل بعض ايوه لسه كنت هقول لك بقى. زياده عن اللزوم، بالظبط. مش موضوع باظت ما تبوظ، مش هي بتاعتنا. انت بتفقد شغفك. انا ببقى خلاص رايح التصوير رايح الكاجو. يعني انا خلاص انا يا جماعه انا حاولت والله اقول لكم ان مثلا تمسككم بالحاجه الفلانيه دي غلط مش حلو. وبعدين انت بيبقى فيه جزء انت لازم تثق فيا انا ككرييتيف في الجزء بتاع كرييتيف. زي ما انا في حاجات المخرج اقول له انا عاوز ده يقول لي ده هيبقى وحش في الصوره لازم اصدقه او ما كنتش جبته. يعني لو انا مش واثق في المخرج ما كنتش جبته. ما انا ما اجيبش مخرج وابقى اللي هو المفروض ده اللي هيقود يوم التصوير وهيقود ما بعد كل ده وهيظبط معايا الفكره. لان في مخرجين بتنقذ حاجات في كرييتيفز. تمام. انا عايز اقول لك ان في اديتور ممكن مونتير يبقى شاطر قوي. ينقذ كامبين. احنا كنا بنعمل كامبين انا عايز اعرف بقى حواديته عشان بس ليا تعليق. وبجد بجد الاديتور كان واحد. الاديتور اللي هو المفروض الاديتور ده الراجل المونتير اللي هيقعد يقطع الحاجات ويقعد مع المخرج يعمل كده يقول له حط دي هنا حط دي هنا حط دي هنا حط دي هنا. لا هو كان عنده تريتمنت في دماغه عملها وبحها للمخرج والمخرج بحها لنا وكلنا انبسطنا. ولما الكلاينت جه يتفرج اكتر حاجه عجبته وهو كان حاضر التصوير انتوا ايه ده عجبتني قوي ان انتوا حكيتوا وجبتوا ده هنا وجبتوا ده هنا وجبتوا ده هنا. فهي كل عوامل الشغلانه مهمه. عظيم. انت ممكن الراجل بتاع الجريدنج يبوظ لك الاعلان، ممكن الساوند ميكس يبوظ لك الاعلان، ممكن اي حاجه تبوظ لك الاعلان. فانت محتاجين الناس كلها تبقى كل واحد بيعمل انت شغله. عارف دكتور رامي قال برضه في نفس مكانك، انا برضه بستشهد تملي من ما بين دكتور رامي وما بين الحلقه معاك، لان انتوا الاتنين في مكانين مختلفين تماما. حلو. فدكتور رامي كنت بساله ايه اكتر حاجه ممكن تخلي الراجل اللي معني بفريق التسويق ده بقى اللي ماسك التسويق في اي مؤسسه يبقى خايف قوي. قال لي انه يبقى عارف ان اللي هو بيعمله ممكن يوديه النار بجد. تمام. لانه العالم كله بيبص دلوقتي يقول لك ايه بقى، انت عايز تعرف الاقتصاد اللي موجود في بلد شغال كويس ولا لا؟ بص ممارساته التسويقيه شكلها ازاي. حلو. انا مش عايز بس ابقى مكلكع الكلام. انا مش فاهم حاجه خالص. بس تمام. انا هقول لك يعني انه جزء من الحاجات او من الافكار التسويقيه اللي بنتحرك عليها، جزء بسيط بس منها هو الاعلان. مش كل الافكار بتاعت التسويق. لا هو الاعلان جزء منه بسيط، اعلان التلفزيون او الفيديو هو تيفر يعني. بس الاعلان جزء بسيط جدا من اللي المفروض يقوم بيه فريق التسويق. بس بما اننا داخلين هنا في البودكاست طول الوقت بنتكلم على فكره المواجهه الاعلانيه، بس هنيجي هنا نقول على حاجه مهمه قوي. ماشي. كل المشاكل والتحديات اللي انت شاورت لنا عليها يا عمر دلوقتي دي، وعلى قد ما هي خطيره جدا، بس لو في حد من فريق التسويق هو متابع المشروع كله وشايف قد ايه ان هو يسمح لكل واحد يقوم بدوره بشكل كبير قوي، على الاقل هيقلل مساحه الخطر اللي انت بتشاور عليه، وانه يخلي كل واحد يعمل دوره بشكل كامل جدا. اكيد ده تحدي كبير قوي. اكيد. بس هو الناس يعني هو المهنه صعب. قائمه على ان الناس تبقى زي اي شغلانه يعني ان الناس تبقى بتحب هذه الشغلانه ويبقى عندهم ضمير. بجد مش بهزر. يعني يبقى انت فعلا حابب ده وانت فعلا اصل انت في حاجات ممكن انا ما اعملهاش ومحدش يعرف ان انا ما عملتهاش او اعملها ومحدش يعرف ان انا عملتها انا وغيري. صح. حلو.
تمام. يعني انا ممكن ابقى شايف ان الفكره دي يا لهوي دي هتبقى 3 ايام خارجي وشمس وبتاع فاكس، اليوم بقى الفكره التانية كده كده الكلاينت ايه مزنوق في الوقت، فانا هديله اي حاجه وهو كده كده ايه دي. طب احنا بنشوف ده. اهم. لكن يا عم ما في حد عمل حاجة بدون ضمير، ما خدش طبعا غير شغفك انت ان انت في بريف حلو فانت عاوز تشتغل جدا، فانت ايه وهنعمل ايه، وتلاقي الناس بتكلم بعض بالليل بقول لك ايه، وتلاقي على الجروبس اللي احنا عاملينها بقى كتيم مثلا يا جدعان معايا حاجه بصوا كده الريفرنس ده، بصوا مش عارف ايه يا جماعه، بصوا انا بصوا الحته دي من أكتر فيلم. بريف عجبك إيه؟ أنت تبقى طول الوقت فاكره إن ده واحد من أهم البريفs اللي أنت شُفتها واشتغلت عليه، بريف معمول حلو، مدّيك مساحتك، في وقته مضبوط. بتاع نيو اوبترا مثلا، آه، بتاع هشام ماجد وخاطر، ده كان حلو. يعني ده الستوري بورد بتاعته بطريقه الشغل ما بين الكلاينت وما بيننا، حلو. وما بين وما مجموعة بيننا احنا وما منصور بين احمد حسين المخرج، تمام. وما بين احمد حسين فكرة أحمد حسين ده واحد من بجد من أهم هو مخرجين الإعلانات عبقري يعني عبقري، وراجل فعلا فعلا فاهم فعلا وعنده فعلا ضمير. شاطر. وخد بالك هو اكس كرييتيف، فهو فاهم ماركتنج وفاهم ادفرتايزنج وفاهم التشالنجز اللي بتبقى عند البروديوسر وعند الكرييتيف وعند الكلاينت. آه. فهو وفي نفس الوقت هو مخرج وساعات بيتمسك بحاجته عشان هو بيبقى شايف انها صح، وفي نفس الوقت لو انت كلمته بس هو عمل بصمات حلوة أوي الفترة الأخيرة، طبعا يعني كل طبعا الإعلانات المرتبطة بالنادي الأهلي ورعاة النادي الأهلي هو عامل فيها بصمة حلوة أوي، طبعا وعامل بصمات حلوة أوي كمان في الكامبين بتاعت أنت أهو من المخدرات، شُفت له طبعا شغل فيها طبعا حلو ايوه ايوه أوي، لا أوي لا هو يعني بصراحة. هو الراجل لا غبار عليه يعني. كل بقى هنا كل عناصر الشغلانه، هقول لك على حاجه بقى بالنجوم، تمام. خاطر وهشام ماجد جايين يشتغلوا، ده دي بقى عظيم. احط تحتها 500 خط، جاي يشتغل جاي الشغل، حلو هو أوي. جاي مذاكر عنده اقتراحات، لا انا عايز اقول كده، طب ما دي سخيفه تعالى نقولها كده، ولما تقول له لا بس عاوز اقول كذا يقول لك طب تعالى نفكر فيها. غير في ناس بتبقى جايه هقول ايه الموضوع الشيك جه يا اسطى انا مالي يا عم، انا اصلا بس عايز نجيب السكه ودغري، انا مش قصتي مش خناقتي. فانت هم جايين يشتغلوا فهم بيكرهوا لما تيجي يلا نعمل مثلا كونتنت ديجيتال يلا، ويقول لك لا طب استنى انا هقول حاجه احلى، بص اجرب اقول ده. أها. فكل العناصر بقى في في الشغلانه تفاعل، أنت دي، اخترت ناس صح، جايب مخرج كل صح، العناصر creative صح. يعني الكلاينت نفسه من سواء كانوا المنصور او جي ام، احنا اف بي 7 بكل الديبارتمنتس، بالمخرج ببيك فوت الproduction house. البرودكشن هاوس، كل الناس جايين يعملوا الشغلانه، وكل واحد عاوز يكسب على فكره، كل الناس عاوزه تكسب، اللي هيكسب بقى شهره، اللي هيكسب فلوس، اللي هيكسب خبره، اللي هيكسب إن هو باع أكتر. خبره قصدي خبره مش يعني ان انا اللي عامل ده، اهم. يبقى شهره يعني شهره ان بالضبط. انا الايجنسي اللي عامله، او انا النجم اللي عامل، او انا المخرج اللي عامل ده. فده طلع اعلان حلو مع منتج جيد برضه، ما انت خد بالك في الاخر، ما انت في أيوه. الاخر انت لما جيت تبيع لي العربيه في الاول، جيت قلت لي العربيه دي هيبقى فيها كذا وفيها كذا، ما هو ده من اول بقى اللي احنا كنا بنقوله ايه، ان البريف اصلا حلو. ما تجيش بقى تقول لي باشا عاوزين نتبسط، ما انا اعمل ايه، اطلع سوق العربيه اقعد اخمس بيها يعني، ما انا يعني ما فيش حاجه يعني، انت بتقول لي أنت ما قُلتش يعني حاجة. ما تطلعش تقول لي العربيه فيها مرايه وتقول لي دي يو اس بي ويونيك سيلينج بروبوزيشن او بوينت، ودي اللي احنا عاوزين نتكلم عنها، مش يا جماعه هاتوا بقى بريف صح فعلا. ساعات يقول لك احنا اهم حاجه عندنا ان الجامعه دي فيها طلبه، يا الله يا ايه ده عملته اللي ما حصلش، طب ما انا هطلع ابيع ايه يعني، احنا في سوق احنا في سوق عكاظ، هطلع ابيع ما فيش حاجه، ما هنطلع ابيع الطلبه، ما انت جامعه اكيد فيها طلبه، قول لي بقى حاجه مختلفه. انت محتاج تديني حاجه انا اعرف ابيعها لك، عشان انا ما اطلعش اقول انا يا الجامعه احلى حاجه في الجامعه النيل، ايوه بس هي في الصحراء، احلى حاجه في الجامعه الصحراء، طب ما احنا كده مجانين يعني أيوه ما. بالضبط. فبص كل البروسيس من اولها، من اللي صنع المنتج نفسه صح. لحد اخر أهو ده حاجه. بقى اللي أنت قُلته، ده بقى من اللي صنع المنتج بقى للfeatures اللي إحنا بنتكلم عليها بضمنها، كل ده بيعمل حاجة اسمها value، تمام، وقيمة الراجل صاحب المنتج ده عايز ينقلها للسوق، صح واستخدمك أنت، تمام، والفريق ده إن هو أنتم تبقوا واحدة من الأدوات اللي هو بيdeliver بيها الvalue للسوق. بالظبط، بس كده، شكرًا. بس كده هو ده الموضوع يعني، هي دي الحدوتة هو كلها. بجد الموضوع بهذه البساطه. أيوه. ومتفاهم ان انت ساعات بيبقى في ناس بتهنا تعمل اعلانات عشان الكومبيتيشن عملت اعلان، هو لازم نعمل اعلان دلوقتي، دي كارثة دي على فكرة دي. حلو كده.
على فكره بيقعدوا قصاد بعض يقولوا ان انا جبت عمرو دياب وانت جبت اليسا، انا جبت فلان وانت جبت علان، انا الاعلان يعني بتاعي ترند انا واحد. انا 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 عندي قصتين بيضحكوا جدا، بس مش هينفع اقول اسامي كلاينتس يعني. لا ماشي. بقول، بس قول لا مش القصه هينفع. بدون شغل اسم الكلاينت، اه احنا متفقين على كده. انا مره كنت مقدم فكره لحاجه، حلو. وكان الفكره دي كانت بطوله نجم مهم جدا. عظيم. الراجل ده ما بيعملش اعلانات خالص تقريبا. تمام. ماشي. فقدمت الفكره وكنت صغير، او كان اول مره اقدم انا كرييتيف من اوله كامل. لاخره. حلو. قدمته بقى وعامل 4 كوبيز ومسميهم مش عارف ايه. فالناس بعد انا صغير، فالناس دي والناس دي لسه بتشتغل وحياه ترزق يعني. سقفوا لي، كنت صغير فسقفوا لي قوي برافو مش عارف ايه وبتاع، فانا مبسوط جدا. حلو. فيا جماعه طب يلا ناخد فيدباك. فطبعا اكيد برضه دي حاجه من اللي عايز اتكلم عليها، ان ساعات يا جماعه بيبقى مش لازم نقول فيدباك دلوقتي، يعني تعالوا نفكر. هناخد حته الفيدباك دي عشان انت عشان ده مرار بالنسبه لك طافح، ده مرار ده طافح، موضوع ده تاني، مرار دي طافح. خناقه تانية. وعمو عبد البواب اللي ماشي من تحت اللي راح قال الفيدباك في كامبين ما استنى بس، ما انا هقول لك. لا لا، ما انا جاي لك، بوظها ما انا جاي لك. حاجات كتير قوي. فيلا يا جماعه ناخد فيدباك. لا تمام، احنا تمام، حاجات بسيطه تتظبط في المسج، في الديمو، في الفويس اوفر، في الاخر حاجات. حلو. وفي حد راح اعترض، واحده من اللي قاعدين اعترضت على النجم نفسه. لا انا ده عندي عليه كونسرنات كتير جدا وبتاع. فانا رحت مطلع ورقه وقلم اكتب وراها ست الكل عشان اعرف ايه المشكله. تمام. ايه بقى الكونسيرن؟ ايه بقى؟ لا مؤاخذه. هي قابلته في فرح وهو رفض يتصور معاها. فهم كلهم قالوا اوه ماي جاد، اوه يه هو هي يا ولا، وبس خلاص. وخلاص ومشيت انا بقى. راحوا مشيني قالوا لي يلا بقى شوف بقى، روح بقى. انت بتتكلم والله بجد؟ العظيم. ده كابوس ده. وفي مره برضو كامبين كنا بقى دخلنا برودكشن يعني انت كنا. عارف انت بتفكرني بايه؟ نفس اللقطه بتاعت انه يبقى الايجنسي مثلا، والله بجد والله كلها ناس اللي بيعمل وبيصدق في التصرفات دي او يخليه الناس دي تكمل فيها، هو ده اللي ما عندوش ضمير بجد. انه يختار الاوت دور اللي قريب من بيت الجي ام بتاع الشركه عشان الراجل يحس انه انا ده ليا على فكره ما اعرفوش. أيوة. انا عمري ما فيختار مكان الاوت دور، فالراجل ده وهو رايح الشغل يتخبط في يقول ده احنا الاعلان. اعلاناتنا مغرقه الدنيا احنا جامدين حوالين جدا البيت. فالهانم ثابت انه الراجل ده قد يكون هو افضل شخص مؤثر في الحمله بتاعتها، ويقدر يوصل الفاليو بتاعتها للسوق ويعمل لها نجاح. في كل اللي فرق معاها انها ممكن ما تكونش بتحبه، ممكن ما بتدخلوش الفيلم بتاعه، او زي ما انت عملت ما رفض يتصور معاه في فرح. يعني هو طب ما يعني ما طب يعني يمكن انت ما رحتلوش، هو كان بيرقص مثلا مع العريس، يعني ما انت برضو ما فاهم. في مره حد برضو بقول لك كنا خلاص، يعني كنا خلاص خدنا جو اهيد ان خلاص تمام كريتيف ابروفد وبتاع ومش عارف ايه، وبعد كده جالنا يا جماعه لا هولد كل حاجه، وقف كل حاجه، في مش عارف ايه، في نقاش احنا مش فاهمين بقى. في خير يا جماعه في ايه؟ قال لك لا مش هنعمل لا محتاجين فكره جديده وبتاع. ليه يا جماعه؟ طب ما احنا كنا دورنا يعني المكنه دارت وهنبدا. قال لك لا والله اصل الكلاينت كان الصبح في النادي في التراك، وواحد صاحبه قال له بيحكي له الفكره كده وهم بيجروا، فقال له ايه ده سخيفه قوي. يا عم ده انا اللي عامل الفكره، ما اقدرش احكيها وانا بجري. انا اصلا مش بقدر اجري. لا لا يعني لا لهوي. انا باكل فطيره قبل التصوير مش قادر اجري. دي صعبه قوي اللي انت بتقوله ده. والله العظيم. انت عارف يا عمر، انت بتشاور لي على حاجه كانت من اصعب ودي اتعلمتها بتمن كبير قوي. لما بقى متحمس لبريف سوري الفكره طلعت من بريف مهم الكامبين، ماشي. فمن كتر حماسي بقى اللي هو انا عايز اروح لمديري، تمام، او اروح للفريق اللي معايا احكي لهم الفكره. فانا اكتشفت ان انا مش هعرف احكي الفكره، لان انا ما عنديش نفس الحس اللي اتطرحت بيه الفكره اصلا في الميتنج مع الكرييتيف تيم. فانا لو عملت الغلطه الشنيعه دي هحرق الفكره وهحرق الكونسبت كله. فالنهارده بقول للناس ساعات بيتقال لنا بنبقى قدمنا في كرييتيف وخلاص دخل ايه في كهف الابروفلز، في حاجه اسمها كهف الابروفلز كده. الفكره يا جماعه تمام، الماركتنج تيم تمام، طب يا جماعه احنا هناخد ابروفلز ويلا استعدوا. عظيم. تفوت سنين خلاص انت بتنسى. بعد كده بتلاقي بقى ايه الكلاينت طالع بقى ايه عجز بقى وشعره ابيض وطالع بعصايه يقول لك ابروف كده خلاص كده خلاص. تلاقي بقى حد يقول لك فاكر كامبين فيا ده انا كنت في اعدادي خدنا عليها ابروفال من البتاع. فتعالوا بقى احكوها مثلا للاونر مثلا، فنقعد نذاكر من الاول، ما احنا نسينا اصلا البتاع. ايوه بس لازم احنا اللي نحكي. وساعات تلاقي انت بقى باتت حمضت، يعني الفكره لو قعدت شهرين 3 في الدرج ماتت. كانت مبنيه على مش ماتت، بس ممكن تبقى محتاجه شويه كانت مبنيه رجلشه. على ترند، كانت مبنيه على افيه، كانت مبنيه على عشان كده عشان كده انت يعني مش الشطاره يعني الصح يعني او كده ان انت طبعا في حاجات بتبقى لازم انت عامل اعلان عشان عشان الترند قوي.
يعني لان انت الاعلان الا لو انت عارف ان ده اعلان حاجه هتنزل مثلا شهر في الصيف، فيا باشا اعمل الترند. لو الترند دلوقتي ان الناس بتطبل على قرعتها، اطلع طبل على قرعتك في الاعلان. بس ما تقولش مثلا الكامبين دي هتعيش سنه، ده مش هينفع. فانت بعد شهرين واحد بيطبل على قرعته، ده الناس فاهمه ده ايه، ما حدش يبقى فاهم والناس بتنسى. صح. يعني احنا في مثلا اعلان جبنا فيه حد بيعمل حاجه من على تيك توك ومش عارف ايه، عقبال ما الاعلان نزل وخد بروسس موافقات، كهف كهف الابروفل. الموافقات، بكهف التقفيلات، بكهف الكات داونز انا مش عارف الناس هتبقى فاهمه اللي بقوله لا، بس احنا في عندنا حاجات كتير يعني بيبقى في كده، احنا ايه رايحين يا جماعه عندنا سيشن كات داون، يلا عايزين كام كات كاردانو داون. دي بقى يا جماعه النسخ الصغيره من الاعلان الطويل. اللي هو في اعلان مثلا الاعلان ده 60 ثانيه، هنعمل منه فيرجن 45 فيرجن 30 وفيرجن 30 وفيرجن 30 وفيرجن لحد ما خلاص نحلب الاعلان. بعد كده يلا بقى القى عشرينات، وبعد كده 15. طب ما تاخد 15 من الاول، 5 دقايق 5 ثواني دول هيعملوا معاك ايه؟ مش هيعملوا معاك حاجه. بعد كده نعمل 10 ونعمل 6 ونعمل 5. يقول لك الخمسه دي بقى في ايه؟ مش هتقول مسج، مش هلحق ابعت مسج، انا مش هلحق اقول لحد بحبك في الخمس ثواني دول، بالله عليك ما نقول السلوجان بتاعك يا باشا وتوكل على الله، شوف انت رايح فين بقى عشان ايه. يقول لك هل عايزين في الست ثواني بدايه ومنتصف ونهايه وذروه؟ مش هلحق يا فندم، مش عارف اعملها لك. مش هلحق يا فندم، مفيش يا فندم. وده على فكره من الحاجات اللي ساعات برضو لا، لازم. والعكس قصادهم على فكره، زي ما انت بتتكلم ناس بتتكلم في 5 ثواني، انا بشوف بجد والله في افلام قصيره في اعلان مدته 3 دقائق. طبعا ده ليه يا معلقه، عم؟ معلقات ابن خلدون، انت مش فاهم في ايه. الاعلان محتاج معاه فلاشه شرح بقى، انت بتتفرج على فيلم قصير. وبعدين ايه بقى، انا هقول لك بقى، هقول لك المشكله هنا ايه. في اعلان بيبقى حلو قوي، بيبقى كلاينت في الاول يقول لك ايه، انا ويلنج ان انا ادفع بادجت واعمل اعلان حلو بتاع حلو. هتنزل بالاعلان تقول ده كام مره. طب وبعدين عايز كات داونز، فتلاقي الاعلان مش فاهم حاجه بقى. ايوه. تلاقي الممثل طالع بيجري ومش لاحق بقى يقول حاجه، وما صحوا من النوم ده يقول دلوقتي يا جماعه روحوا اسكتوا، ما فيش حاجه. ما انت ما هو انت طريقه السرد نفسها صعبه بوظتها انت عشان انت بنيه على 3 دقائق وبعد كده عايزه يقولها في 6 ثواني. انت دلوقتي في في مطربين بيقدر يقول 50 بار 60 بار في اغنيه راب، عشان هو بيعرف يراب بسرعه وشاطر جدا وبيقول وبيعمل بتاع. نفس الشخص ده انت ما ينفعش تطلب منه يروح يغني 3 ساعات على المسرح نفس الاغنيه، عشان ما مش هينفع يبقى ام كلثوم. ام كلثوم مش هينفع تقول لها اعملي لي كات داون من انت عمري، ده هي اول يا ليل دي خلاص احنا اصلا خلاص الاعلان خير، فاهم؟ بالظبط. فانت برضو على فكره دي من الحاجات الصح، انت ديوريشن ايه وانت بادجت قد ايه من الاول، ده سؤال بنقعد نساله. ده وساعات مهم قوي بقى. في كلاينتس بترفض، يقول لك لا لا اشتغل، مش عايز احط لك سكاي از يا عم بلا ليميت بلا بتاع، الله انت قول لي الليميت اللي معاك ايه في البنك. ما تخليش احلم برضو، ما تكرهنيش في عيشتي يا عم، ما تخلينيش احلم اقعد اعمل حاجات واجيب فين ونروح ده كابوس نصور على فكره. ونروح نصور نعمل بقى حاجات في البحر وبتاع. بس يجي بقى الكلاينت، عارف مسرحيه اسمها ايه عفروتو، لما كانوا بيقولوا 32 مليون 17000 جنيه، تلاقي واحد داخل بقى احنا معانا والله 12 جنيه. يا جماعه طب ما من الاول ما كنتوا تقولوا لنا، ما كنا هنعمل لكم فكره حلوه برضو بالبادجت القليله. هي صح. البادجت القليله دي مش سبه. ايوه صح. اصل انا مش بعايرك انت بفقرك، هو مش فقر. هو انت عامل انت الوكيت بادجت معينه بالظبط. لده. صح. احنا عارفين يا عم ان انت قبلها عامل اعلان ب 50 ضعف ده. بس قول لي من الاول، تقول لي ما تسيبنيش في ميه الليفت اقعد انا اشتغل وبعد كده يقول لك هم بس لا الفكره عجبهم جدا بس عندنا ماينر كومنتس. معناش فلوس. تسمع ماينر دي تعرف ان انت خلاص انت في الماينر بقى. ايه يا جماعه عاوزين بس نقلل لوكيشنز، نقلل مطربين، نقلل ملحنين، نقلل كل حاجه. فانت نفسك في الاخر هتطلع تقول ده في هل تعلم ايه ان المنتج بتاعنا حلو؟ وهو ده البادجت بقى اللي معاك. انت حطيتني في حته دلوقتي ان انا هطلع اقول في الاذاعه المدرسيه، هعلن في يعني هاخد السبوت بتاعتي في المدرسه. ما عنديش بقى حضرتك انت البادجت اللي معاك دي والله ما هتكفي البريك. اسمع مني مش هنعرف نطلب حاجه، هنجيب بيك ابو حيدر يعني كده ونبقى منوين نفسنا والله العظيم. عشان انا اعصابي تعبان، انا اعصابي تعبانه والله العظيم، اعصابي تعبانه قوي، اعصابي تعبانه. لا دي نقطة بقى بغض النظر عن الهزار اللي فيها، بس دي نقطة صعبة جدا فعلا. أنا شفت لسه كنت بتكلم برضو على واحدة من الكامبينز المهمة، يعني طلعت هي مش مهمة، هي مهمة في الخطيئة اللي هم ارتكبوها. كلموا مطرب مهم وكبير جدا إنه يشارك في الكامبين، كانت واحدة لجهاز تليفون يعني. ماشي. وتقريبا كل الفلوس اللي معاهم صرفوها في حتة واحدة بس، إن هم يدوا أجر المطرب الكبير ده.
والله العظيم عملوا تصوير وفرح، قال لك نلم بقى نعمل بقى ايه، المطرب يجي يصور في فرح ابن الاونر، فاهم، في نفس الوقت، بحيث ايه حاجه كده. فالاعلان طالع صعب جدا، لا شكل ولا فكره ولا الوان ولا اي حاجه، وبعدين اتذاع 3 مرات او 5 مرات مثلا في شهر رمضان كله، ما انت فاهم ازاي، حاجه كده غريبه جدا. ونقى اماكن في الاذاعه باين ان هو يا عيني بيلم البادجت بتاعه الاذاعه. طب انت النهارده الفلوس اللي خدها الفنان الكبير ده، لو انت خدتها كده شلتها على جنب وقعدت استثمار الكامبين كلها من الاول، انا قلت معايا بادجت كده ووزعتها شكل صح، خليت الفريق ده يحط افكار بدون النجم لايقه على ان مفيش نجم، وتوزيع بقى بحاجه بشكلها مظبوط وتحركنا بشكل صح. او مثلا اقول لك برضو من المشاكل اللي بتحصل، ان احنا بيجي كلاينت يقول لنا يا جماعه انا ماضي مع اكس من النجوم. عظيم. حلو، حلو جدا، ماضي معاه خلاص تمام، نشتغل، تقعد تذاكر، ما انت ممكن النجم ده يبقى مش نجم انا المفضل، ما اتفرجلوش على حاجه، فابدا انا اذاكر هذا النجم واشوف ايه اللي هو شاطر فيه وايه اللي هيليق عليه وايه اللي مش عارف ايه وبتاع، لان انا برضو، وده جهل يعني، بس انا مش من صناع السينما، فانا ممكن يبقى انت بتقول لي النجم ده فشيخ، ده عظيم، ده ما حصلش، بس انا ما اعرفوش، فاقعد اذاكر ايه ده والله لذيذ قوي، ايه ده بيعرف يعمل كذا، انت بيعرف. بتذاكر تاثير النجم ده على السيجمنت اللي انت شغال عليه في بشوف الاعلان. طب هيتكلم ازاي، حلو كده وخلاص، ونعمل له فكره لايقه عليه قوي بقى، ويعني هو بس اللي يعملها. فجاه يقول لك معلش النجم ده ايه، ما احنا ما بضناش معاه اصلا، واحنا معانا النجمه كذا، يعني مش نفس النوع يعني، طب ادولي نفس النوع يعني، مش محتاجش غير الضماير في الاغنيه والله، فتقوم يعني بقى نجمه بقى واحده، فتقول ماشي خلاص مضيته معاها، يعني مضينا ايه ده، احنا بصلنا، فهتقوم رايح قالب الزفت كله من الاول وتقعد تعمل، يقول لك النجم، على فكره النجم الاولاني رجع، هيبقى هو والنجمه مع بعض في حياتهم، يعني هم في حاجه مشروع جواز او حاجه، ولا ده في حياتهم في الاعلام، نخلص كل ده يختفوا، يرجعوا بواحد بقى رابع خالص، يقول لك هو خلاص يا جماعه ده فعلا اللي مضينا معاه. فبص انت عدت الشغل كام مره، انت هنا بقى حطيتنا قدام كابوس جديد بيحصل فأنت للناس. شغفي بتاع الاول تاني، انا اصلا خد بالك كلمه شغف دي لا ان انت بتستخدم مصدق كتير، مصدق بقت بتستخدم كتير قوي، فالناس بقت بتشوفها ايه، ان هو ايه، اصل انا شغوف، هو بجد انت بيبقى عندك طاقه، خد بالك انا مش عايز البريف يقعد معايا كتير، يعني انا من الكرييتيفز، انا والتيم اللي انا بنتمي له، او الناس اللي حوالينا، او التيمز حتى اللي في الايجنسي، احنا محدش فينا عنده هدف ان البريف يقعد معانا 3 شهور، صح. انا عايز اخلص. ليه بقى يا عمي، انا هخلص الكرييتيف وابعته واروح هنزل الميه، اروح العب كوره لحد ما يخش لي بريف تاني. لا انت عندك، انت بتشاور لنا كمان على حاجه تانية بقى برضو، كابوس تاني برضو من الحاجات الصعبه اللي بتحصل في الصناعه، انه ناس بتمد ايديها في ادوار مش بتاعتها. يعني انا كنت بس ده خد بالك في الدنيا كلها يعني. لا صح. فهنا عمل لك ازمه كبيره قوي. شوف انت بتكلمني على حادثه، انت عدت الكرييتيف ده مثلا بالاغنيه او بالاعلان بفكرته 3 4 مرات، وبعدين هنيجي تاني نقول لك هو الاعلان طلع ماسخ ليه، أو الاعلان ما طلعش لايق ليه. ايوه عشان هو يا جماعه بقى هو ما كانش مكتوب لده، هو ما كانش مكتوب لده، هو اتعمل 5 6، وبعدين هي اصلا ما بتتمش كده. يعني هي الفكره اصلا ما ينفعش تعمل كده. يبقى انا النهارده اصلا من الاساس لو انا بعمل اعلان ويبقى عندي بقى مجموعه من السليبرتي بحطهم كده في الميزان، انا موجه الاعلان ده لمين؟ والله موجهه لشباب عندهم 13 سنه، فدول بيحبوا الراب، فهنا دول بقى هيبقوا عارفين ويجز وهيبقوا عارفين اصحاب ويجز اللي موجودين. صح. فانا النهارده هحط ويجز واصحابه في الليست، واجي اسال نفسي بقى مين منهم ينفع يبقى لايق على البادجت بتاعتي، او مين منهم ما عندوش كوارث تضر البراند بتاعي فساعدك. فاروح انت ابروتش، لا يا عم ممكن ما يبقاش دوري، بس في ناس ده دورها، يعني فاهم قصدي، يعني بالزبط. انا الاكيد الالذ بالنسبه لي ان انا اعمل فكره وانا اللي اسكنها، ده الالذ، بس خلاص تعالى نقول ان السوق احنا برضو ايه، عشان ما نبقاش فلافي وعايشين في ميه البطيخ، لا هو ساعات بيبقى فعلا هو مثلا ماضي معاه 4 تيكتس 5 تيكتس، فالراجل ده معاه 2 سنين، هو خلاص ممضيه، وده الديل اللي عرف يعمله مع النجم ده، فاحنا هو معايا، شوفها في شركات اتصالات كتير بيبقى ماضيه 3 4 كمان مثلا، فخلاص هو الراجل ده معايا خلاص، فانا من الاول عارف ده، فاروح وانا خلاص مع الوقت، ما انا خد بالك لما بشتغل مع يعني انا الحمد لله اشتغلت مع ناس كتير جدا 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 خلاص انت بتبقى عارف انت لما هتروح لاحمد امين هتقول له ايه، ولما هتروح لامير قرار هتقول له ايه، ومين هيقول ايه، ولما هتروح لمحمد هنيدي هتقول له ايه، ولما هتروح لهشام ماجد هتقول له.
مش هتقول له ان انت هتريحه، بس انت فاهم هو ما انت. تعرف تطلع ما انا منه ممكن ابقى أحلى في حاجة. الاول حكيت حاجه لمصطفى خاطر، عظيم. فما لقيتش اعجابه، فخلاص قعدنا انا وهو نشتغل والناس كلها اشتغلت لحد ما طلعنا بحاجه، وخلاص انا بقيت فاهم هو ايه الحاجات اللي هو مثلا عنده انا مش هعمل ده، وايه الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش فيها. فبقى في، خد بالك لما بيبقى في علاقه خلاص بينك وبين انت فاهم دماغه، تعرف لا، او تطلع منه احلى اكلمه حاجه. اقول له بقول لك ايه، مش اكلمه ده، مش انا عمر او مش انا كرييتيف، انا اكلمه اقول له بقول لك انا عندي اغنيه انت عمرك ما غنيت، هل انت مش حابب تغني ولا انت ما جربتش؟ هو ممكن يقول لك ايه، لا انا والله مش حابب، فانت خلاص ايه يا جماعه لو هتعملوا السكه دي اغنيه لا. او يقول لك ايه ده متحمس جدا هيموت ويغني، طب ما حلو، مهم. فاهم؟ ف ف كده ف انت كده بتقولي بقى. احنا بندبل ورك جدا يا جماعه، احنا بنشتغل على حاجه كتير قوي علشان بيبقى في حاله كده من ان هو يا جماعه ما تخلوا البساط احمدي. يعني هقول لك على حاجه مثلا من الحاجات اللي بجد مدمره، في حد هل انت عارف ان في شهر رمضان؟ يعني عارف يعني ده عارفه شهر على الكالندر ولا لا؟ يعني عارف ان في الشهر ده موجود، يعني مش أيوة. حاجه موسميه، يعني مش بيجي في كالندر عندك وعارف ان شهر رمضان في جاي شهر كمان 3 رمضان. شهور ولا لا جاي لا، في شهر رمضان ده كل سنه، ده مش صح. حاجه يعني مش مطره، مش حاجه ساعات، ما مش على حسب تجعلكش. السحاب، هو هيجي شهر رمضان حلو كده. وشهر رمضان ده هو الموسم الاعلاني العظيم، فهل انت مش هتعمل فيه اعلان؟ هتعمل. حلو كده يا اسطى. بتخلينا نصور في رمضان ليه؟ يعني احنا ليه يا اسطى؟ ليه يا اسطى؟ في ايه؟ من بدري يا برنس، ما تدخل البريف بدري يا باشا، دخل بريف بدري يا باشا، واديني ونقعد نجري، والمخرجين يبقوا كلهم بيصوروا وعاملين نجري ورا بعض كلنا، واللي بيعطر في مخرج بيخطفه في شنطه العربيه عشان يعرف يصور حاجه يعني. ما من بدري يا جماعه، ما احنا عارفين، واحنا يعني ما احنا بنقول نفس الكلام، والله العظيم بنقول نفس الكلام. صح. سيب لي بقى المساحه ان ايه، ان انا ابقى محضر كل حاجه او اصور في. لكن انت بتلاقي الناس بتصور في رمضان ليه يا جماعه؟ احنا بنعمل مملكه الخواتم؟ ما احنا عارفين يا جماعه، ما احنا عارفين ان في، والله العظيم ما بهزر، ليه بتزنقونا ليه؟ بتزنقونا ليه كده؟ انت ده الناس كده والله العظيم انت كده انت ماشيين خلصت. في الطرق الايجنسي، العيال ماشيه بتكلم نفسها، اه طبعا هو مش عايز عارف يعمل يفهم. ايه، هو عنده هو حمل عايز تعبان، تطلع. هو عنده جاله لطف خلاص، تلاقي الواحد ماشي كده فاهم عمال يبص على الحيطه، هو مش فاهم خلاص، هو مطلوب منه شغل 3 شهور في 4 ساعات، هو مش عارف يعمل ايه بقى، ونطبق ونتسحر في الشارع ونفطر في الشارع. طب ليه ما ليه؟ ما عنديش مشكله ان ده يحصل عشان ده شغل، اها. بس يبقى يعني اصل في حاجات هتحصل، هو رمضان ده هيجي، يعني هو لو ما جاش يبقى ده احنا في اخر الدنيا خلاص، يوم القيامه حصل، فمش تعمل كامبين برضه، فاحنا خلاص يعني هو خلاص، انت لو في حاجات في ثوابت كده، يعني باك تو سكول سيزون، باك تو سكول العوده الى المدارس شهر 9 و10. ايا كان، ان شاء الله يكون شهر 3، احنا هنخلي العيال تنزل هنبقى عارفين ان ده باك تو صح. سكول، وانت انت مثلا برودكت لبن، فانت هتنزل اعلان عشان باك تو سكول عشان العيال تشرب لبن قبل ما تروح المدرسه، صح كده؟ صح كده. ما مش تشغله من مفاجأة بدري يا بقى. عم، انت ليه هو انت لازم اللبن يبقى سخن يعني؟ لازم تعمله هو لسه محلوب من البقره؟ ما تشغلني بدري شويه، فانا يبقى عندي مساحه، وانا الحق بعد ما نعمل الاعلان. في حاجات المخرجين محرومين منها، صح. ان هو بيبقى عاوز يعمل الايديت الاولاني ده ويروح ينام ويصحى يتفرج يشوف المشاكل، وهو المشهد اللي بيعمل له ايديت بيتذاع، فهو بيبقى طب استنوا انا يا جماعه مش ده الممثل ده، انا مش ده، انا كنت مش عايز ابدا البدايه دي. من كتر الضغط بيبقى CPS اللي هو الجدول المحطوط علشان يوم كذا يوم كذا يوم كذا، وساعات بقى يقول لك ايه الصبح جريدنج بالليل طب ما احنا لو معانا وقت، اها. وبتلاقي الايديتور منهار، وتلاقي الراجل مهندس الصوت عنده وطلعنا كامبين مش احلى حاجه. او لو طلعت حلوه ده ستر الله بقى، يعني هو بقى انت هي بقى ايه، ما في كان في عارف يقول لك فينا واحد نيته وحشه، احنا بيبقى ما فيناش واحد نيته وحشه بجد. طب ما احنا عارفين. انت كده قلت لنا، شاورت لنا على البريف انا في والمشاكل. المشاوره مش قادر حلو اوصف قوي. لك، انا في كمان قلت الحق. لنا على البريف الحلو والحاجات اللي ممكن تشجعك انك تكمل في انك تطلع كامبين حلو قوي من البريف اللي موجود، واكتر حاجات ممكن تزعجكوا بقى من القصه بتاعت البريف ويتحرك عليه. بعدين خدنا بعضنا كده ورحنا لفكره هنلاقي السليبرتي اللي لايق على البريف، تمام، او لايق على او كده، نعمل له هو حاجه لايقه. او العكس، تمام. وبعد كده هناخد نفسنا بقى لفكره فريق الاخراج والصوره بقى. احنا عندنا فريق اشتغل على الكرييتيف كونسبت، جابوا من البريف، وانتوا بالكرييتيف كونسبت اللي انتوا طلعتوه ده بقى البريف بتاع المخرج اللي شغال على الصوره. حلو، الراجل ده بيعمل بقى حاجه اسمها معالجه. ايوه، تعال نتكلم بقى على القصه دي عشان دي ماشي. فيها مساحه مهمه قوي. اكتر مخرج انت بتنبسط جدا في انك تسلمه الكرييتيف كونسبت بتاعك، وعارف ان انت هتشتغل معاه لا، ما بينج هو على بونج. حسب انا بعمل ايه. حلو.
ماشي، قول بقى ناس، مش بقول لك لازم واحد بقى، قول وانت مثلا في الحاجه الكوميدي مثلا ما بتنبسط قوي تشتغل مع معتز مثلا، تشتغل مع ماشي، يعني في مجتمع وفي صناعه الاعلانات. حلو. لا اصل هو ما تاني هرجع اقول لك تاني. يعني انا هقول دلوقتي اصلا اللي هقوله ده مش قاعده، ده ايوه رايي انا ايوه، انا الشخصي. بكلم عمر. يعني تميم يونس تميم يونس هزار عظيم وافكار كريتيف جدا حلو. وبتاع. فده لو انا جاي لي بريف شبه تميم بروح لتميم، حلو أوي. منطقي. عظيم. طب انا عندي بريف فيه جرانديوزيتي وفيه مزيكا وبتاع، اروح لتميم او اروح لنادر ناقوري، الاثنين بيفهموا مزيكا جدا، بيلعبوا مزيكا جدا. فده بالنسبه لي، هل ده معناه ان الباقيين ما بيعرفوش يعملوا؟ لا بيعرفوا، بس انت لما بتبقى بتعمل بس عمر اغنيه شايف ده، انا عايز اسمع عمر. ما انا فاهم، بس انت لما بتبقى بتعمل كمان، ما انت ادي العيش لخباز، وانت لما بتبقى بتعمل حاجه فيها مزيكا وتروح لحد فاهم مزيكا. يعني احنا على فكره الاعلان بتاع ده دو دي ده تلحين تمام. نادر الناقوري. ساري هاني اللي عمل المزيكا طبعا، هم الاثنين اشتغلوا مع اه بعض، بس في الاخر نادر بعت لنا فويس نوت باللحن. يعني ده ده هده وده واجيب لي دي، وهو بيقول هو الراجل فاهم مزيكا. حلو قوي. انت شفنا انا وانا بقدمها بقى زباله، كيس زباله بيقدم، ما انا ما بعرفش اغني. فاهم؟ انا مره زمان خالص كنت شغال على براند بطاطس، عظيم. فكنا بنكتب اغنيه ماشي، فانا قلت ايه، طب ما تيجي يا جماعه نسجلها واحنا صغيرين. فانا قلت او هقول انا الكورس. فالله يمسيه بالخير كريم زين كريتيف دايركتور يعني عظيم، هو اللي كان هو بيقول، فمش عارف ده بطاطا، وانا بقول من ورا بقى بقول اسم البراند، انا المفروض اللي بعمل اللي بقى يعني، فمن ورا بقى فارم فري عمال اعمل اديهم بقى كده. بعتوا ميل قالوا يا جماعه ما تهزروش معانا تاني ومشوا. يعني بعدين تهزروا، وانا والله كان في نيتي بيع، يعني انا كنت نفسي ابقى انا بحاول ابيع، فاهم؟ فانت لما بتروح لحد، فتعالى نرجع لموضوع المخرجين. وعلى حسب، يعني خلينا خدنا الحته بتاعت الهزار، عرفنا تميم يعني ما وجهه انت نظر. هقول لك على حاجه، الهزار مين بيهزر، وفي ناس انا ما اشتغلتش معاها بس بيهزروا، يعني تميم انا اشتغلت مع تميم حلو. بيهزر، اشتغلت مع علي عظيم. شاطر قوي في الهزار. اشتغلت مع ما انا ما اشتغلتش معاه، بس عمرو حداد بيهزر كويس جدا، عمر المهندس بيهزر كويس جدا، الناس بتهزر كويس جدا مثلا. تمام. آه خلينا بس نقول بس للناس، عايز اقول لك على حاجه، كلمه بيهزر بس، بنتكلم يا جماعه انه انواع الاعلانات، في الاعلان اللي فيه لمحه كوميديه وفيه هزار كده، في مخرجين بيفهموا كوميدي كويس قوي، فبيبقى عندهم رؤيه تخلي الاعلان دمه خفيف. احمد الجندي بيفهم هزار، يعني في ناس كتير بتفهم هزار، ما انت صح. ما هو انت على حسب رايح لمين بالظبط. في ايه، ما هو هل الباقيين ما بيفهموش هزار؟ بيفهموا. طب ما احمد حسين بيهزر، بيعمل هزار حلو كمان، يعني احنا في الكامبينز اللي اشتغل معانا في فيجوالي حاجات بتهزر، وفي ممكن يقترح افيه لذيذ. فانت عندك مزيكا مين؟ انا بحب احمد طارق يحيى جدا. اه احمد طارق يحيى صاحبي كمان على المستوى الشخصي جدا، وهو الراجل يعني ساري عظيم. مصطفى الحلواني ما حصلش. بس كل واحد ليهم ليه طبع مزيكا بتاعه. كله وانا بقى واقول لك الحاجه، واشتغلت مع كولو بيكس بوي، واشتغلت مع ديزل بتاع المدفعجيه، شاطرين جدا. وعلى حسب انت رايح تعمل ايه عند مين. صح. يعني انا ديزل ده كان بالنسبه لي، انا تاني ما بسمعش النوع ده من المزيكا، عظيم. فانا رايح مش عارفه، وانا بعتذر له، هو يعني هيتفرج علينا، انا ما اعرفش انا بجد الحاجات اللي بتشتغل لو انا سايق، الحاجات اللي بشغلها انا بشغل بقى محمد طه وحاجات فيها مواويل، وانا بحب الحاجات دي، بحب اسمع شعر. يعني انا في حته مش لايق انا ابان جزاء يعني، بس انا رومانسي، فاهم؟ ماشي. احمد طارق انت رايح تعمل هتايه ما حصلتش، ساري راح تعمل هتايه ما حصلتش، ساري مزيكته جديده، واحمد طارق يعمل مش عارف ايه، مصطفى الحلواني يديك الحاجه اللي هشام نزيه لسه كنا بنعمل معاه حاجه، راجل ايه ده، عالمي. ايه ده يابا، ايه يا مولانا، في ايه، فاهم؟ عالمي. تاني على حسب انت بتعمل انا مش عايز انا ايه. وانت نقع في نفس الغلطه. شوف بص، انا وانت نفس القصه، اللي هو احنا بنحكم على جمال المخرجات او جمال الشغل، مثلا واحد زي هشام نزيه ده، هو احنا ابعد من ان احنا نسقف بس حتى للراجل لا ده ليه، جامد الراجل جميل طبعا جدا. بس هي نفس القصه، هل حته الاعلان، حته المزيكا اللي موجوده جوه الاعلان لايق عليه ولا لا، هيعرف يعملها ولا لا؟ ده واحد، واتنين هي بتخدم على اسم البراند، ولا برضو اكننا عملنا انترتينمنت جوه الاعلان؟ ده بالظبط السؤال برضو تاني الاهم، بالظبط. اللي بنظلم بيه هشام نزيه ونظلم بيه اي حد حط حته مزيكا، انه الراجل ده طلع حاجه حلوه. لا بس هو بقى، وانت خد بالك انت في، لو انت مدي الناس دي بريف صح من الاول، اصل هو في الاخر هو ما عندوش عداوه مع اسم البراند. صح. يعني في قصه انا ما اعرفش دي صحيحه ولا لا، ما اعرف انا يعني، بس اتحكيت لي زمان. الموسيقار حسن إشش
تمام. ماشي. الراجل اه ده يعني انا ده ملحن مهم جدا للناس اللي ما تعرفوش في الاغاني ذات طابع مرعب، شعبي. يعني مرعب صح. مرعب. حلو. هو كل اغاني حكيم مثلا، معظم اغاني حكيم طيب الهيت انا بتاعته. انا عارف الاسم طبعا، بس ما اعرفش هو عمل ايه بالظبط. بس هو راجل عبقري. الراجل ده لحن مره جاله اعلان، حلو. لحن الفيديو ديسكريبشن مش الاوديو، من كتر ما هو شاطر. يا لهوي. يعني هو جاي له في جدول، فالجدول ده مكتوب مثلا ايه: نفتح على مشهد حيث يوجد محمود وعمر جالسين في غرفه بها 2 مايكات. هو لحن الكلام ده، هو ما شغلش باله ولحنه حلو. فاهم؟ من كتر ما هو شاطر. ايوه فاهم قصدي؟ فالموهوب ده والله العظيم يعني ايوه، هو ده دي هو المثال هم بتاع. بيبعتوا الفايل قلب، فهو بالنسبه له انا لحن اللي على اليمين. لا بس هو هنا القصد انه انت بتقول لي لو الراجل ده او غيره من المبدعين الكبار اللي قلنا اساميهم، هيلحن لك اللي انت عاوزه، اديله البريف واديله وقت صح، بقى. ما هو واديله برضه وقت. للامانه برضه انت بتبقى طالب منه يكريت مزيكا جديده ما اتعملتش قبل كده، فيري يونيك، فيري 15 كل ثانيه. الفريهات اي حرف فيه معدي هناخده معانا حلو كده بكره الصبح. اه ما هو برضه مش مش عم سهل. بخ يعني تاتا تاتا مش هيعمل كده. ما هو بيحتاج يقعد ويفكر ويجرب ويفشل، وبعد كده يلاقي جمله موسيقيه مش عارف ايه، فيقول طب ما حلوه دي ابني عليها. وفي نفس الوقت هو بيبقى ساعات محتاج جزء من ان هو يقعد لوحده. ايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنبقى مزنوقين جدا في الوقت، فاحنا كلنا بنروح له. فانت تخيل انت قاعد بتلحن مزيكا، تخيل انت قاعد تعالى بتلحن مزيكا ايه، تخيل انت قاعد بتفصل سمكه والناس دي كلها قاعده بصالك، يعني بص. توتر جدا. صح. وبتبدا الناس تقول ايه: لا مش حلوه اللي ما اسكت يا اسطى، سيبه. اسكت. هو سيبه. يعني انا لو قاعد بكتب حاجه، انا بتوحد جدا لما بعمل اي حاجه يعني بتوحد جدا، ببقى قاعد بكتب. يعني مره كنت بكتب على القهوه والقهوه ولعت، وبجد بجد كنت حاطط سماعات في يا جماعه ودني. البودكاست ده ملوش علاقه بالانتراكت شو. اه قاعد بكتب حاجه وبجد انا قاعد في الزاويه اللي مش هشوف بيها الحريقه، ماشي، وبكتب وبحط السماعات في ودني ومش مركز خالص، قاعد متوحد مع الحاجه والناس عماله تجري اللي هو ايه، وكراسي بتترمي وبتاع، فانا بتوحد جدا مع الحاجه. لو حد باجي قال لي حاجه بتكشم له جدا، بس اسكت. انا بدور على مثلا قافيه على كلمه محمود، فمش جايه معايا بقى. انا عايز حاجه على نفس الوزن مش لاقيها. فحد مانجا، مش عايز يا عم مانجا، يا عم امشي يا عم، مش عايز، انا عايز مانجا انت. انا عايز اكد على كلام انا مش عارف تعرف وليد سري ولا لا. طبعا. وليد سري برضو حد من الناس المهمه اللي عملت بجد كامبينز محترمه جدا على مستويات كتير قوي. بس في مره من الكامبينز اللي كان شغال عليها، وانا برضو مش عارف تاثير وجودي عليه سلبي ازاي، يعني انت فاهمني ازاي، فطلبت منه وليد انا عايز اقعد معاك وانت شغال على القصه. فهو مؤدب جدا وبيحبني جدا، فحاول اعتذر بشياكه. فانا مش فاهم هو بيعتذر ليه. فانا اكتشفت ان وجودي في المرحله اللي هو بيفكر فيها ده هيخلي دماغه محدوده جدا في الافكار. ان انا ممكن هو بيتكلم يقول لي دي حلوه، فاقول له لا 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 دي بعيده، بقى قفلتها له. ممكن الحاجه البعيده اللي انا بقول له عليها دي تفتح معاه سكك بالظبط. احلى عشان كده ومساحات من اكبر. قواعد البرين ستورمنج ان مفيش افكار بتموت في بالظبط. البرين خالص. احنا بنعمل حاجه لذيذه جدا. مم. يلا احنا قاعدين بنفكر، فانت حضرتك قلت فكره وحشه، فاحنا هنكمل كانها ما اتقالتش. هي دخلت في مش هنقول لك انها وحشه ومش هنقنعك ليه وانت مش هتسال. حلو. حلو كده. فمش هناخد منطقه بعض. يعني اقول لهم ايه: طب ايه رايكم لو بقى ايه هشام ماجد ومصطفى خاطر في البتاع ده يبقوا بينطوا من فوق العماره فبينزلوا على العربيه فما بتتكسرش فعشان ما العربيه جامده. يلا نكمل اللي بعده. فانا ما خدتش الموضوع اوفنسيف وما حسيتش ان بيقولوا لي افكاري كده، ولا هم كان عندهم لود ان هم يحاولوا يجملوا يقولوا لي بص هي حلوه بس هي بس غلط عشان مش هينفع نجيبهم بينطوا عشان السيفتي. خلاص. ممكن بقى ده واحنا بنقفل نقول ناقصنا هنا حاجه افيه لذيذ، فنقول ايه: فاكر اما كان عمر بيقول ان هم ينطوا مش عارف ايه من فوق العماره، تعالى بقى ناخد من ده باب العماره، طب ما يخبطوا في باب العماره. ايه ده؟ الله لذيذه، لايقه قوي، بقت لايقه قوي على اللي انا عامله دلوقتي. لكن انا لو قلت له وحشه هو انا كرهتها وهو مش هيقولها تاني. فلو جيت قلت له فكرني كده كنت بتقول ايه، هيقول لي هيبدا ياخد الموضوع في حته ايه. والله افكر دلوقتي يا عم، ما الموضوع يا جماعه مش بيرسونال خالص. عظيم. انت ايوه خلي بالك. احنا هنعيش قد ايه؟ خلي بالك انت بتتكلم شويه وهنتكل على الله. حلو قوي بقى. احنا حطينا ايدينا على اكتر المخرجين اللي احنا من وجهة نظر عمر في الشغل معاه. تمام.
في تجارب الشغل المختلفة اللي قابلها بقوا مؤثرين في مجالات بعينها. فاحنا قلنا لو الإعلان داخل في سكة كوميدي وفيه هزار فبقى ولو تراجي، لو ايموشنال، لو بالظبط. في اكشن، ما انت بتروح يعني على اه حسب. بالظبط. انت عملت اعلان اكشن حلو قوي بتاع اتصالات امير بتاع قرار. امير قرار او اتصالات اكتر عمل اكتر 2 مش 1. عملت 2 في صح. الاولاني اللي هو كان بيتر ميمي. بيتر ميمي. ايه ده حاجة حلوة بص قوي. غريبه ليه بقى؟ هو لايق جدا على البروجكت، عظيم. هيعمل اكشن حلو. انت ايه رأيك بقى في فكرة ان الناس اللي جاية من الدراما واللي جاية من السينما عشان تخرج اعلانات حلوة؟ اهلا بيهم. اهلا بيهم. ولو بتوع الاعلانات عاوزين يخرجوا مسلسلات يبقوا شاطرين جدا جدا. ليه بقى هيبقوا شاطرين؟ عايز اسمع منك بقى. عشان اللي بيحكي الحدوته في 30 ثانيه يعرف يحكي الحدوته لا، كرافتنج الاعلانات مختلف، التفاصيل مختلفه، بس هما الاثنين مش عارفوا يعني بعيدا عن اللي انا قلته هسحبه الاثنين، مش لان ده شكل وده شكل بقى يعني. عظيم. يعني المخرج بيخرج 30 ثانيه، ممكن بجد اعلان 30 ثانيه او دقيقه يبقى في 3 ايام تصوير. اوكي. 3 ايام تصوير دول في مسلسل 4 حلقات يعني. ما اعرفش بصراحه عشان ما بقاش بكذب يعني، بس كتير يعني. حلو. فده حاجه وده حاجه. الايقاع وجهة نفسه نظري يعني، وجهه نظري انا مش مخرج، وانا عمري ما همتهن الاخراج، لان انا ده محتاج اجتهاد ومذاكره وموهبه وشطاره وكده، ودي حاجه انا مش شاطر في الحته دي يعني. عظيم. ولكن يعني اظن الناس بس تاخد بقى يعني اللي كلهم اساتذتي يعني، بس اللي ممكن اقول حاجه، انه انت بتخرج اعلان وانت جاي من باك جراوند سينما او دراما، لازم بس تبقى اوير باللي احنا بنقوله ده، وتبقى عندك المعرفه بتاعت ان انت مش هينفع تعمل بيلد اب 30 ثانيه او دقيقه عشان البطل بينزل يفتح الباب ورجله بتنزل يعني عاده دي بتبقى بتبنيش الهجمه من ورا بقى يعني. ان المخرج السينما ليه طريقه، ومخرج الدراما ليه طريقه، ومخرج يعني مش بقى مش كاشخاص المهنه. ايوه. فلو انت بتعرف تعمل ده اعمله طبعا. طبعا في ناس كتير، في مخرجين كتير سينما بيخرجوا. ايوه يعني احنا وعلى فكره عندهم بقى الشطاره بتاعه مخرجين دراما كبار قوي، عندهم الشطاره يفرقوا ما بين الاعلان وما بين المنتج. يعني مروان حامد بيعمل اعلانات قويه جدا. مروان حامد وهادي الباجوري واحمد الجندي وتامر محسن بيعمل اعلانات حلوه قوي. بالظبط. يعني عايز اقول لك انه استاذ محمد ياسين واحد من كبار المخرجين بيعمل اعلانات قويه جدا. بالظبط. يعني بالظبط. انا بس عندي بقى حاجه قول لي بقى، عايز اقولها بقى، لا رساله الى من يهم الامر. يا جماعه احنا دلوقتي والله العظيم احنا في معضله كبيره جدا في الاعلانات، وانا اخيرا لقيت حد يسمعني غير الناس اللي معايا في المكتب، لان على طول بقول كده. يا جماعه احنا انجليزي كتير حشو قليل يا جماعه. ستايل مش كونتنت يعني. يا جماعه الميل يا جماعه، ما تقولوا يا جماعه المعلومه يا جماعه. المعلومه سهله. تلاقي اجتماع قاعدين عمالين كل الناس عماله تتكلم انجليزي، والموضوع نفسه الكور بقى زي ما انا بعمل كده بتكلم انجليزي دلوقتي اهو. لب الموضوع ما بنقولوش، احنا عاملين بنلاقي مرادفات مختلفه وبدائل. انت عارف انا مبسوط قوي بالحلقه معاك ليه يا عمر؟ الله يخليك والله بتكلم بجد. يعني لان انت اديتنا مساحه تانية. تمام والله ما بهزرش. انت اديتنا مساحه لما يحدث داخل سوق صناعه الاعلان، بس بجد بدون تزويق. وهو ده لسه برد فيها على كلمه انجليزي كتير وحشو قليل ده، اللي هي دي معضله مش موجوده بس في مجال الاعلانات، هي معضله موجوده بجد في مصر. انا ما طلعتش مش محتك باسواق كتير قوي. انا بوفر الخدمات اللي بشتغل عليها في اسواق زي السعوديه والامارات، بس انا اظن ان احنا اكتر سوق عمل عنده المشكله دي. احنا مهتمين بالستايل اكتر من المحتوى. لا ما اعرفش ستايل مش برضو يا عم، خليك ستايل شعر تسبق شعر. لا مش كده، مش الستايل اقصدها دي. انا فاهم قصدك الطريقه والتكنيك انا قصدي يعني. ان انت هقول لك على حاجه بقى. احنا طول ما احنا بنتكلم تلاقي الناس قاعده عماله تقول احنا we need to and elaborate on the انت بتبيعي مصاصه، خلينا نبيعها، خلينا نخلص ماشي حلو. ولما بيحصل مشكله، ما بيحصل بقى مشكله في التصوير، تلاقي بقى الناس داخله تقول لك ايه يا جماعه احنا خرب بيتنا. طب ما انتوا يا جماعه نفس الناس دي. ايوه. انا مش هم على فكره هو في جزء كبير بيبقى ان الناس يعني ناس متعلمه في بره او متعلمين في جامعات فهم الانجليش او الفرنش او ايا كان، غالبا الانجليزي يعني هم بيتكلموه زي العربي. فرق الطبقات بقى.
انا بيه مش يابا، انا جاي الدنيا انتوا مش فاهمين حاجه. فببقى ساعات قاعد انا جاي من بعيد. يس but sometimes no مش فاهم، في ظل ان انت ممكن تيجي تقول لي إيه احنا عاوزين نشعبولي الاغنيه، انا هفهم انت هتقعد تقول لي بقى and we need to be more joyful and meaningful انا حاجات انا اكتر واحده دي اللي ضحكتني لما انت قلت لي في ميل جال حد عمل حته مزيكا. كتير مش فاهم حاجه. الراجل هو عاوز تتاتا قالوا له طب بس عايزينها هشك بشك، فهم بقى عمل حاجه هتايه مرعبه يعني. مش هقولها عشان ما يمكن هو ما يحبش يقول ده، بس بجد والله. واغنيه من الاغاني اللي قعدت سنين وبتشتغل في افراح وبتاع. في الاول هو ما كانش فاهم انتوا عايزين ايه، بس انتوا عاوزين ايه، انتوا عمالين تتكلموا انجليزي 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 ومصطلحات وايديوم وابريفيشنز والاس اف او والاف اح اي وبتاع، واحنا مين الناس اللي قاعده كلها مش فاهمه حاجه وكل عامل نفسه فاهم. تيجي بقى المشكله يا باشا انا برايا انا يوم التصوير بتاعي عايز فاهم. ايوه فاحنا والله العظيم لو اتكلمنا بما يناسبنا عظيم. كل الاطراف هتفهم. انت ما تقس عليك انت صح. انت ممكن تبقى انت فاهم واللي جنبك فاهم، بس اللي هيعمل الشغلانه مش فاهم، فقاعد ومحرج لان بقى عليه بريشر، عليه ضغط ان هو يكس. انا بقول على فكره عادي جدا، انا بقول يا جماعه لا قرايه لعب انا مش فاهم الكلمه دي. انت عارف ده ليه بيحصل ليه؟ بس في سوق الاعلانات اكتر، لانه المساحه اللي انت بتشتغل فيها يا عمر، تمام، هي مش محتاجه او مش فكره مش محتاجه، هي مش من المساحات اللي بتفرض على الناس طريقه تعليم معينه، خلاص كده، او طريقه كوميونيكيشن معينه. هي بتدور على حد صاحب موهبه عظيمه جدا، خلاص كده، وعنده قدره انه ياخد الافكار اللي جايه له ويطلع ويستخدم الادوات اللي موجوده معاه ويطلع بكونسبت خارق يكسر الدنيا. فانت النهارده رجل فنان مسرحي، لا تمام. بس ثانيه انا بقى، ماشي بس بس هجيلك في الحته. يعني ماشي هرد بس فانت راجل النهارده عندك قدره شديده جدا على انك تبقى تاخد اطار فني حلو وتطلع كرييتيف قوي جدا، وعندك تعليم واضح، عارف انت عايز تعمل ايه في الاعلان، عندك باك جراوند او عندك زي ما بيقولوا ايه فاونديشن بتاعه الماركتنج، انت عارف عايز توصل لفين وتتحرك عليه، تمام، تعرف تجيب جون في القصه دي، خلاص. لكن لو انا خدت بالي من حاجه، الدور اللي بيقوم بيه الراجل اللي مسؤول عن قسم التسويق في عند الكلاينت ده محتاج تعليم بطريقه مختلفه ومايند سيت بطريقه مختلفه. ده اللي انا ايوه اقصده. لا هو انا على فكره انا بس عشان لا انا بقى انا لا فاهم. لا لا ما انا عشان يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان انا عندي مشكله بس ان ساعات انا مش بحب يعني انا ما بحبش المقدمات. انت ساعات بيبقى بجد والله العظيم ما صح. بهزر، انت ساعات بجد بيبقى في ميل جالك مم. هو منظره يقفلك 100 دنيا. انت صاحي من الصبح شايف ميل عامل زي البتاع اللي جات اللي هو يا اهل مصر جروا ارضكم والا ابدنا شعبكم واكلنا اكلكم، عارف اللي هم بتوع المغول ده. بتاعه كبيره جدا، تيجي في الاخر تلاقي مثلا ايه يا جماعه بقى، يعني احنا حطينا البتاعه دي في البتاع اللي اسمه ايه منخل، ورحت عامل كده تلاقي ان احنا ايه الكلمه دي عاوزين نغيرها، والانترو بتاعت الاعلان عاوزين مثلا نحط حاجه تبقى او اوضح، وبقيه الحاجات احنا تمام. طب ايه ده يا اسطى، في ايه شكسبير قام من تربته كتب البتاع ده يعني؟ رخي 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 وانجليزي ومصطلحات صعبه وانت بتبقى مش. وبجد ده في ناس بجد بتستراجل، يعني في ناس بتبقى مش فاهمه، تلاقي حد هو يا عم هو عايز يا يجيب عم لك واحد الجون، عايز يجيب لك بيشتغل الجون يا عم. يا عم انا مش انا يعني لا هو عايز يجيب كوبي لك جون. رايتر ولا ارت ولا جرافيك ديزاينر ولا ارت دايركتور بتاع، ما هو مش فاهم لازم والله. يبقى هو في الاخر لا ممكن متفق يبقى معاك. اتعلم في جامعه حكوميه مصريه وشاطر جدا وموهوب جدا في اللي بيعمله، صح. حلو كده. بس هو انت مش مشاور له على الخرم اللي انت عاوز تسده، انت عمال تعمل له ايه يا باتشيكا لما انت، فهو بقى مش فاهم حاجه، وهو بقى تاني عليه ضغط ان هو يخاف يقول انه مش فاهم، لا يبقى ايه ده انت. انا بقول وبوقف ميتنجز عادي عشان انا مش فاهم، وده مش عيب. مش معنى كده ان انا ما بطورش نفسي وما بحبش اطور نفسي، ممكن احاول اطور نفسي، ممكن لو انا الانجليزي بتاعي وحش عشان انت ساعات. بس بقول لك بقى حاجه، انت محتاج يبقى الانجليزي بتاعك فير، يعني تبقى بتعرف تفك الخط، عشان انت ساعات بتقدم لناس اجانب، فلازم يا عم لو انت مش هتتكلم عشان ساعات ممكن يبقى السيتويشن لا يحتمل، انت لا في خلاص في خناقه دارت بالانجليزي، فانت بقى هتقعد تقول لهم ام از ار اف اح ومش هتعرف تقول، فممكن الناس اللي معاك المتعلمه يردوا، بس على الاقل تبقى فاهم. يعني انت ساعات، ما انت ساعات في اجتماعات بيبقى الناس بتسخن وبيبقوا اجانب، انت قاعد بقى
عمال بقى ايه، ما انت خلاص مش فاهم انت دلوقتي ايه، في فيلم اشتغل انت مش مهتم، فانت عمال تشوف ايه ده الشرخ ده ليه، اكيد المبيض اللي عامل بتاع ده اشتغله، وانت مش فاهم حاجه. فعلى الاقل تبقى فاهم، فممكن تقوم قايل ايه يعني. او انت ساعات بتشتغل مع مخرجين اجانب، حلو. فممكن ابقى، وعايز اقول لك بقى الاجانب والله العظيم، هو ما انت لو حد مثلا لا مش فارق معاه ولا الهيصة دي خالص. يشغله انت بتقولها بي ولا بي ولا بقول لك بتطلع، انا فهمت، انا ما فهمتك. تطلعش لسانك في فهمتك. الاذ والاف لا لا ولا يا بقول لك باشا. انا هو فهمتك. انت هتقول له زمان اند ذا وومن ان ذا فيرست، ان شاء الله تقولها له فاهم انا مش قادر. الناس هنا كيتي وهنا هوكا والحاجات دي، بس فهمه هتلاقيه تمام جدا وبيرد عليك وبتاع. هتقعد تكلت على تحاول، الموضوع. هو بيزهق. هو بيبقى يا اه معلم احنا، انت دلوقتي لو في حد جه يتكلم معاك عربي مكسر، هتقعد تقول له ايه ده ايه ده ايه ده بتتكلم عربي مكسر؟ انت هتبقى انا عايز اروح اركب الف مركب، هتقول له هنا يا باشا انزل وما تخليش حد يضحك عليك واعمل كذا، صح كده؟ صح فهتبقى مبسوط قوي ان هو بيتكلم عربي مكسر، يعني هتبقى شايف ان هو ده والله راجل مجتهد. صح. ليه بقى انا اللي لازم معناها يا جماعه في المدرسه ما كان مش عايز اتطرق لمواضيع تانية، بس يعني ما احنا في الاخر، ما انا ما كنتش يعني في السوربون فاهم، ومش عارف اتكلم فرنساوي، ما انا مش عارف يا جماعه. عايز اسالك على سؤال قول بقى. لي. اول اعلان واول لوكيشن، فاكر اول اعلان نزلت طبعا فيه مصيبه اللوكيشن سودة. عملت ايه بقى؟ مصيبه سودة. عشان انا مش ناسي برضه، انا اول لوكيشن دخلته في الاعلان ده من التجارب بص بالنسبه لي كانت والله مهمه. العظيم، ده بقى نرجع لعمر بيهزر عادي. بالظبط. ارجع على كنا بنصور اعلان. ايوه فاكر الاعلان لمين؟ تعرف تقول كان لمين؟ كان اعلان بنك مصر. حلو. حلو. وكنت انا صغير خالص يعني، كان شيرين وانور وسامح انا مش فاكر طبعا مين اشتغل بالظبط، بس كان اه الناس دي هم اللي شغالين يعني. وانا ايه واشتغلوني وقالوا لي ان انا لازم احاسب على الحاجات اللي بشربها ايوه. وكلمت اخويا وقلت ايه له ده افيه ثابت على نفس اللي اشتغل. بس مش دي القصه خالص. اه تعرف مين اشتغلني في القصه اللي اشتغلت مين؟ دي؟ هشام سليمان. طبعا بص ماشي. انا منطقي. بقول على الهوا. ف انا قالوا لي ايه، انا مش فاهم حاجه. كان المخرجين 2 اخوات فرنساويين تمام. ومخرج منفذ من مصر، عظيم. والدي بي مدير التصوير يعني أيوة. حد برضو خواجه حلو. فانا فاكر ان مدير التصوير ده مدير التصوير مدير اللوكيشن ده مديرنا كلنا، ده الراس الكبير قاعد فاهم، وهو الراجل كان هيئته هيئه يعني حد مهم. ايوه. جاي التصوير شيك قوي بقى، وهم ايه، اظن كان راجل الماني او حاجه، ففي وعلى الشيك فكره مدير التصويرين طول الوقت كلهم رايقين وهو ولذاذه. لابس ايه طاقيه بتاع الكاوبوي كده وبتاع، فانا حاسس ان ده هو ده اللي ايه، اه هو ده اللي معلق، هو ده لو انا ابهرته ايوه انا كده. هيثبتوني. كنت لسه ما اتثبتش ساعتها، كنت لسه ما جاليش اوفر من لا انت مش عارف بقى مين التيم، مين شركتك، ده انت الدنيا انا رايح بالسلامة. بقى. وبعدين مستغرب جدا في حاجات كتير قوي في التصوير، ان مثلا هو في ايه، هو انا ليه يعني بعيدا، مش عايز اتطرق للجانب ده، ما علينا يعني، بس كنت مستغرب قوي اليوم يعني، مستغربه قوي ماشي، مش فاهم حاجه خالص، ومش فاهم مين دول انتوا هنا ليه؟ وليه انا لما ببقى عاوز اشرب حد بيجيب لي ميه، ما اروح انا اجيب، هو ما اروح انا اجيب ميه عادي. احمد ربنا انها هي اصلا انتوا بتدوني ميه معدنيه، ده حاجه ده بريفليج يعني، ما حلو. فانا ما اعرفش مدير التصوير ده بيعمل ايه بس، فببص على من وجهة نظري ساعتها على الشاشة اللي فيها اللي هو المونيتور، ايوه بالظبط. فلقيت الناس وشها ملسوع. انا بتاع مسرح، فدي مهمة مين في المسرح؟ المخرج هو اللي بيبقى مع مهندس الإضاءة ومهندس الناس بتوع السينوغرافيا يعني اللي بيعملوا ده. فانا قلت اروح لمدير التصوير اشتكي له من الشخص اللي بينور، اللي هو الشخص ده. وانا بقى ايه، عندي 4 كلمات انجليزي بلف وادور حواليهم. دخلت عليه، السلام عليكم يا باشا، قلت له واي بجمع بقى، ما انا برضو ايه، الراجل ليه هبه، هو خد بالك شبه العمد يعني فاهم، تحسه كده ايه، ممكن يبقى عمده منهاتن او حاجه. قلت له ذا بيبل فيسز ار بيرنت. فطبعا هو ايه، انا مش قادر الحلقه دي والله العظيم الراجل مش فاهم حاجه. وكل بقى الناس، ما هو في ناس شافت اللي انا بعمله ده، وهو طبعا ايه بدا يبص لي قوي، وانا برضو هيئتي من زمان نفس الهيئه كده، فشكلي ممكن ابقى كبير. فواضح ان انا شخص قاعد في الحته بتاعت الايجنسي والكلاينت، وقايم بديله بقول له مين الحمار اللي منور، كده. وهو اللي منور
فبداوا يشرحوا له ان ده جونيور وبتاع، فانا ايه بدات احس ان انا عكيت، فركبت السلام بقى، رحت عامل فيها ايه والزبده حلوه، وقعدت بقى ما كنتش اعرف ان هو ده. انا فاكر مدير التصوير ده مدير التصوير، هو مديرنا يعني. ايوه ايوه يا باشا، انا فاكر كده طبعا. ده اول تصوير، ده اول تصوير اول تصوير. كانت كامبين اسمها افتح صفحه جديده مع بنك مصر. كنا بنقطع ورق كده ونشيل مثلا البيت القديم نقطعه يبقى ده كان في البيت. الريبراندنج بتاع بنك مصر بقى، اللي هو كان فاكر الكامبين دي بقى كانت مصطلحات انا ما فهمهاش ساعتها. انا كنت سعيد جدا ان انا موجود. ان انا رايح التصوير بقى، ويا لهوي ايه ده، ومخرج وبتاع ودنيا وايه. وبعدين الموضوع جميل جدا، والصوت يا اساتذه وبتاع. وانا من ساعتها بحب اقول قوي، انت عارف ان انا حتى الان معظم التصويرات اللي بحضرها بتحايل على المخرجين ان انا اللي اقول فركش. بحب قوي اقول فركش، يعني مشهور قوي ان انا بقى فرك ده اللي بعمله على طول يعني. واحده من دي برضو اول كامبين او اول تصوير احضره، كان اول كامبين يعملها محمد رمضان. ماشي. انت تعرف ان محمد رمضان هو اللي عمل اول نسخه من انت هوا من المخدرات. فده كان اول اعلان حتى لمحمد. اوكي. وكان المخرج كمان، يعني على سيره ذكر المخرج، كان مروان حامد. اوكي. والله كان اعلان مهم قوي. طبعا. كانوا 3 ايام تصوير. مروان طلع صوره مختلفه لمحمد طبعا. في الاعلان ده. طبعا. كان تجربه مهمه قوي. طيب خلينا بعد ذكر القصه دي، مين اكتر برودكشن هاوس انت شايف ان الشغل معاهم كان ممتع من الاول للاخر؟ يعني من في رحلتك شفت ناس كتير قوي، بس بغض النظر عن اسامي الشركات، بس انا بكلمك على فريق جوه برودكشن هاوس انت معلم معاك. لا لا، ما بجد يعني كل اللي اشتغلت معاهم شاطرين. والناس اللي مش شاطره مش هقول اسمها عشان تمام، يعني، بس هم بجد نسبه قليله قوي قوي قوي. اسامي ناس الشاطر، احنا هنا جايين لا كل الناس. انا اشتغلت مع مين؟ انا اشتغلت مع يعني بجد اشتغلت مع كل الناس. اشتغلت مع مع بجد، ومع عزمي، ومع ورشا بديش. اشتغلت مع رشا بديش؟ لا انا ممكن انا في الفتره اللي انا كنت لسه ما اعرفش فيها الناس دي. تمام. اشتغلت مع انا اشتغلت مع رشا شاطره قوي. مع عمار، اشتغلت مع وزكي جوده. زكي طبعا. زكي شاطر. وايمن صلاح لا اشتغلت مع ناس كتير قوي. اشتغلت مع استنى بس عشان وبنداري وجبيلي وانت انا عمال احس بقول كل الناس بجد. وبجد كله يا عمي، احنا هنا موجودين عشان نشاور على الناس. في ناس ما حدش يعرفها. يا عم انا هشاور على دول، ده هم يشاوروا عليا وعلى يعني الراجل ده. لا الناس دي شاطره قوي، احنا جايين بنقول لهم شكرا. انا بس في يعني ناس بنقول لكم شكرا ان انتوا عملتوا. وعبد الرحيم لا ايه ده لا طبعا. لا اشتغلت مع كل الناس يعني سؤال. اكتر كامبين انت شفتها انت ما عملتهاش، ما كنتش في الفريق بتاعها، بس انت شفت ان دي كامبين حلوه قوي وكنت اتمنى ان تبقى في الفريق بتاعها. يا نهار اسود ومنيل على الذاكره. كامبين علمت في دماغي كده، شفت دي معموله حلو قوي. هقول لك على اعلان. بالنسبه لي هو طبعا حلو جدا، الاعلان بتاع البنك المميكن. بتاع علي. بتاع علي. ده ليه بقى؟ بعيدا ان ده علي وبعيدا ان مش الكلام. انت لو انت كوبي رايتر او جاي يعني ايا كان انت تايتلك ايه دلوقتي، انت اسوشيت، انت كريتيف دايركتور، انت ان انت تحط الكلام ده في السكريبت، عاده احنا هنحاول نهرب من ده وهنتخانق معاهم نقول لهم يا جماعه ايه مميكن دي كلمه تقيله، ما تيجي نقول كلمه شبهها. فاهم؟ هتقعد تهرب كلمه تقيله. هو حط البريف في قالب دمه خفيف وخلى الناس حافظه بنك مميكن. ايوه ده الافيه فبقت الناس دلوقتي تقول لك البنك المميكن مع ان هي كلمه صعبه جدا. صح. ودي شطاره عليها صراحه. طبعا شاطر قوي، عمل اعلان حلو طبعا، يعني حتى بالاجزاء بتاعته. خلي بالك هو بالفريق. لا في حاجات كتير حلوه في. لا في قوم اطمن على فلوسك عظيم برضه، كان واحد من الاعلانات الحلوه. ده احمد مكي كان مش عارف. لا اظن لا احمد مكي كان عامل بتاع مكانك مش هنا، عبقري برضه. مكانك مش هنا. النجار اللي كان ايوه مكانك اللي كان عامل مكانك مش هنا. صح، مش هو مطمن على فلوسك. في اعلان بتاع توينكز اظن، مش اظن يعني، هو كان اخراج حمد الله بتاع شبصها بشويه كله، لما كان توت عنخ امون دقنه اتكسرت وبيلزقوها.
لذيذ قوي، وان هو في الاخر هو الكونسيبت بتاع قلبها ابيض، لذيذ واعلان تحب بس عندي تشتغل. بقى ايه يعني، انا الاعلان ده كان عاجبني جدا، بس في اعلانات تحس وفي انها اعلان مثلا وائل جمعه مش هيروح غانا، ولا مش هيروح كاس العالم بقى. انا مش شاطر في الكوره يعني، بس ده انا كنت صغير، ده بعد اللي حصل في كاس العالم. وائل بعد اللي حصل في غانا، وائل جمعه مش هيروح كاس العالم كان كاس بقى في العالم. تصفيات كاس بس العالم. ابراهيم جمعه هيروح، وعلي جمعه هيروح، واسماعيل. لذيذ جدا مثلا. فاكر ده الاعلان. من الاعلانات اللي انا عملت او اللي انا شاركت فيها وبحبها قوي، بحب اعلان مثلا النادي الاهلي اتصالات، اللي هو انهي واحد؟ بتاع اللي هو كان كان تميم المخرج. الاعلان اللي هو قبل اللي حاصل دلوقتي، اللي قبله ده اللي كنا احنا الكريتيف بتوعه، اللي هو الكاشف بيذيع الماتش، ايوه وبيقول ايوه، اللي هو بتاع اتصال كاش. اللي كان فيه اسامه ابو علي اللي هو ايوه، لذيذ جدا. بص بقى آه. الاعلان ده لذيذ، البريف حلو، عظيم. انت عندك حاجه تقولها، الفكره لذيذه اللي احنا طلعنا بيها، الفكره لذيذه، تريتمنت تميم صايعه جدا. كان معاكم انه في كوبي الكهرباء وكوبي الوسام. انا مش شاطر في انا والله ايوه العظيم اسف، انا مش شاطر في اسامي اللعيبه. انا يعني ايوه انا بجد ما بتفرجش على فاكر كوره، فاكر. علشان انا وحش وتخين وكده يعني، مش عشان حاجه تانية. ما فعلا ما بتفرجش على كوره، انا اهلاوي جدا، بس مع الناس يعني بحس ان هو يعني ماشي مع بلاش بس دايما انت كده حلو قوي. اعرفش ماليش في الكوره خالص، بس لذيذ. وان هو ايمن الكاشف يبقى هو اللي بيقول اللي مش عارف ايه، وتميم يصور من بالتالي زي بتاعت بلاي ستيشن، الكاميرا التالي كانه بنصور ماتش، بس بقى في الملاهي او في كافيه او في. كان حلو. اعلان حلو، كان معمول حلو قوي. ودمه خفيف تنفع اتفرج عليه تاني؟ انت شايف انه الاعلان الحلو ينفع نتفرج عليه تاني يعني؟ في فكره ان انت تتفرج على الاعلان تاني، الهزاره دي حلوه ولا دي مش دور الاعلان ومش لا، ما مش آلية تقييم للاعلان اصلا؟ انا بالنسبه لي لا، يعني انا الاعلان ده حاجه بتحصل مره واحده وللابد. طب الكلمه اللي كنت بتقولها برضو عايز افكرك بيها، احنا الناس بتدفع فلوس عشان ما ماشي. تشوفناش. لا انا ده بقوله بس ده مش بقوله للجمهور. انا بتكلم على الصناع يا جماعه، بجد احنا الناس بتدفع فلوس، وده مش ده على فكره مش انا اللي مخترع النظريه دي يعني. ايوه يعني انا سمعتها من حد يعني. الناس بتدفع فلوس علشان ما تشوفناش. يعني انت اما بتيجي تخش فيلم سينما محمود بتعمل عظيم. ايه؟ بتدفع فلوس عشان تتفرج. صح. حلو كده. اما بتيجي تشترك في اي منصه من المنصات بتدفع فلوس عشان تتفرج. تمام. الحاجه الوحيده اللي بتدفع فلوس عشان ما تتفرجش الاعلانات. بدفع على اليوتيوب فلوس عشان بتقول له يا باشا مش عايز اشوف الاعلانات، انا ما يعني انت لما بتيجي تلعب جيم بيديك يقول لك لو عاوز تدفع فلوس عشان ما فيش اعلانات، فانت تقول لا خلاص هتفرج على اعلان وعشان اخد 30 كوين. فالاعلانات هي حاجه الناس مش بتحبها. تمام. انت دورك ايه او انا دوري ايه بقى؟ احنا الصناع ده من اول الناس اللي بتكتب البريف لحد الراجل اللي خلاص بتاع الميديا اللي بيحط الاعلان على التلفزيون او على السوشيال ميديا. احنا دورنا ان احنا نعمل حاجه الناس تبقى تمام انها تشوفها. فلما حد بقى لما الناس بتحب اعلان، ده بجد بالنسبه لي ده انجح من اي حاجه تانية بتحصل. لان هو يعني الاعلان اللي الناس فاكراه بافهاته بلذاذاته مش عارف ايه، ده بالنسبه لي انجح من افلام كتير. انا ليه؟ متفق معاك لان لانه حاجه الفيلم انا رخمه، عاوز اشوفك. حاجه مش عايزينها، بس انت من حلاوتها خليتني اتفرج عليها. بالظبط كده، تمام. بالظبط كده. فساعات برضو بيبقى فيه كده ايه اللي هو يا جماعه يعني بلاش عشان احنا عادي هناخد واحده سكيب اد قشطه جدا في اول 6 ثواني هناخد واحده سكيب، هندوس على دماغ الممثل اللي احنا كنا لسه فتعالوا نخلي الحاجات لذيذه ولطيفه وما تتحملش اكتر من رساله والاعلان يبقى واضح. وتو ذا بوينت بقى من ايه لبي وخلصنا بقى. مش لازم تقول لي احنا عندنا 39 حاجه عاوزين نقولهم في ال5 ثواني دول. ما انا مش هلحق. ما انا حاوي يعني. انا لو اجي لك مره لابس فاهم ومعايا قفه فيها تعابين اقعد ازمر لك اعمل لك ده يعني، يبقى انا بالشطاره دي. بس في العادي مش هلحق اقول ده، مش هلحق ومحدش بيلحق. فبيبقى اكتر حاجه بتحب تعملها في الاعلانات، الاعلانات اللي فيها هزار ولا الاعلانات اللي فيها مزيكا ولا اعلان فيه تجربه مختلفه؟ في واحده من الاعلانات انا كنت عايز اتكلم معاك عليها بشكل كبير قوي، التجربه بتاعه مصر الخير. مصر الخير ده السوشيال اكسبيرمنت. دي واحده من الاعلانات بحبها جدا، من الحاجات اللي بحبها وانا أوي. بحبها لك جدا. دي فكره جون عظيمه طبعا. ممكن تحكي لنا على القصه بتاعه الاعلان وعلى النوع نفسه ده من الاعلانات اصلا؟ ماشي. هي السوشيال اكسبيرمنت دي بتبقى حاجه يعني السوشيال اكسبيرمنت يعني تجربه مجتمعيه يعني. عظيم.
احنا كان الموضوع ببساطه شديده ان احنا كنا مبني على انسايت حقيقي جدا، ان انت ساعات بتبقى في نيتك تعمل خير، بس من كتر ما انت مثلا بتبقى شايف اللي جنبك ده مثلا حد مثلا يتيم، وهنا حد فقير، وهنا حد مسكين، وهنا حد مريض، مهم. فانت بتبقى مش عارف مين اكتر حد يستحق هذا التبرع، فبتبقى محتار جدا. فالحقيقي ايه الفكره اللي طلعنا بيها؟ ان اكتر حد يستحق التبرع هو انت شخصيا. بمعنى ايه؟ انت اكتر واحد محتاج انت اكتر التبرع، حد محتاج التبرع ده، مش هو الامباكت بتاعه. كده. بص يعني ايه، ربنا بيرزق زي ما يقول لك كده، بيرزق النمله في وسط الحجر اه فكده ايا كان كلنا ارزاقنا مكتوبه من ساعه ما اتولدنا لحد ما نموت، بكل واحد هيخش له كام قرش، امتى، الساعه كام، ازاي. صح. بس الحقيقه ان انت لما انت بتعمل ده، بتساعد في المجتمع باي شيء من الاشكال، سواء بقى بشكل ديني، يعني بسبب مثلا زكاه او صدقات او مش عارف ايه، او بتعمل حتى خير او ايا كان، يعني حاجه بتعود عليك انت، ان انت اولا بتابريشيت اول الحاجات اللي انت فيها. مهم. خد بالك انت ما بتحس ان انت، لا ده انت محتاج تشكر ربنا جدا جدا. من هنا جت الفكره، ان طب ما تيجي نجيب مجموعه من الناس الحقيقيه جدا، حلو. ونسالهم، نوريهم كيسز لناس، نقول لهم مثلا دي مين بنت، اكتر واحد فيهم مستحق التبرع؟ دي بنت مش عارف ايه، دي ست مش عارف ايه، دي ارمله، دي ايا كان المستحق يعني الخير، والناس كلها يعني ربنا يرزق الجميع، وايه وفي الاخر بنحط صورته. اه فالصدمه وهو بيقول ايه، لا انا مثلا لا طبعا اتبرع لبنتي، دي بنت ازاي عايشه في الشارع، دي ممكن ازاي الدنيا ازاي، لا لازم طبعا 4 حيطان مش عارف ايه، تك تشيل اول ورقه دي، يقوم نازل الورقه اللي بعدها، طفل عايز يعمل قوقعه اذن، وده لو ما اتلحقش في خلال اسبوعين هيفقد سمعه بقيه عمره. فتقوم لا ده ده ابدا، اولى. ده ابدا. بعد كده تلاقي ان لا ده في ست بقى عندها ابن عنده مش عارف ايه وايه، وجوزها مريض ومش عارف ايه، فهو ايه، فتقول يا نهار اسود، طب دي اسره، طب انقذ اسره كامله 5 6 افراد، ولا افقد، ولا اعمل ايه، لحد ما هو بيلاقي نفسه، فبيقول انا مش فاهم، انا اكتر حد يستحق اكيد مش انا، ليه طب انت يا معلم مش انت؟ فيبدا يقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا الحاجات دي كلها محتاج، مش لايقه عليا على شخصيتي، بس انا بحب لا هذه في الكامبين، بحب هذه اه الكامبين قوي قوي قوي، قوي قوي. فكرتها حلوه اه قوي. انت اه بتحسسه ان هو فعلا هو اكتر واحد في دول كان محتاج التاثير او الاثر بتاع انه يشارك ما في هو ده انقاذ على حياه فكره خد ناس. بالك، هو انت يعني ايه ده، خد بالك ده من الحاجات القليله قوي في الاعلانات، اللي انت بتبقى بتحاول، يعني انت ايه، انت مبسوط بقى وانت بتعمل ده قوي، لان انت حاسس ان انت، انا بتكلم عن نفسي يعني، ايوه ايوه. مش بعمم، بس انا بتبسط قوي بالحاجات دي، ما بحبش اكتر منها، لان برضو لو انت نفس الشخص بتشتغل، انت في الاخر عندك مشاعر واحده وبتاع، فلو الموضوع بقى تحول يلا بقى كده، لا خلاص. انت واخد بالك بشكل كبير قوي من التغير اللي بيحصل في شكل الاعلانات وشكل الصناعات اللي بقت مهتمه بالاعلان. يعني اوضح لك السؤال بشكل ماشي. اكبر. احنا قعدنا مثلا، احنا لينا مثلا 3 او 4 سنين المؤسسات الخيريه اعلاناتها قلت، والريل استيت اعلاناته زادت. تمام ماشي. كده. ومن الخيريه ما قلتش، هي اختلفت طريقه تناولها، بالظبط. فانت ما بقتش بتحس ان ده اعلان مستشفى خيريه، حلو. فاهم؟ which is good على فكره، دي حاجه ده حلو حلوه. اه. يعني انا مش عاوز برضو، ما انت زمان كان بيطلع بيحسسك بالذنب جدا ان انت قاعد بتاكل، طب ما انا اسف، أنا مش، طب مش هاكل، لا فاهم؟ لا، طب في مرحله بتاعت اتوبيس الفنانين دي بقى، اللي هو اصاله و70 فنان رايحين يتكلموا على 500 500 مثلا برضه دي ما كانتش حقبه حلوه يعني ما. يعني بص في الاخر تتحرق الاعلانات، المهم ان الكوز يحصل، ان اه. الناس تتعالج. احنا يا جماعه هنغني، هنطبل، هنرقص بريك دانس، هنعمل دوده، ما ايش الشقلب بقى، اعمل لي انا في الاخر مم. في حد مستني سرير يتعالج، فتعالوا نخلص، تعالوا نشوف ايه الطريقه المثلى هنا. فهو ليه الحاجات اتغيرت؟ وعلى فكره في بقى حاجه، اكيد في ناس ممكن ترد عني عن الكلام ده، بس انا عشان عندي هذه المعلومه، في ناس كتير بتقول احنا ليه نعمل اعلان ما الفلوس دي، لان اديكم بتقولوا يوم التصوير غالي جدا، والاعلان ده ما الفنانين مل. بعيدا عن مين بياخد فلوس مين مش بياخد فلوس، وربنا العالم، انا اشتغلت ان جي اوز، انت عارف اشتغلت على ان جي اوز اه كتيره جدا 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 بالظبط. جدا، لان انا اشتغلت على بنك الطعام، بنك الكساء، بنك الشفاء، مصر الخير، ب 57، اشتغلت في كل كل اشتغلت على كل ده، وبهيه ومستشفى الحروق، كل ده اشتغلت عليه، حلو كده. عظيم.
بشكل او باخر بقى، يعني ككوبي رايتر، كسينيور كوبي رايتر، كاسوشيال كريتيف دايركتور، ايا كان اشتغلت على ده. ماشي. حلو. بجد بجد الناس ما بتاخدش فلوس، ده نمبر 1. قصدك على الفنانين؟ الفنانين، الكرو بياخد فلوس طبعا، تمام. بس بجد الناس بتقبل باقل بكتير من اللي هم بياخدوه. ويا جماعه احنا لما بنعمل اعلان، ودي اظن في ناس، انا عندي المعلومه بس انا مش جهه ماليش دعوه يعني. يعني مش انا هقول مش انت المطلوب منك. مش هقول تصريح يعني، بس هو باي ديفولت كده بالعقل يعني. انت لما بتعمل الاعلان ده انت صرفت عليه جنيه، وعلى فكره دي احصائيات بقى موجوده على النت، الناس تدور عليها. انت الجنيه اللي بتصرفه على اعلان بيرجع لك انت ممكن 24 جنيه، فانت ممكن تبقى دي صارف كانت مليون. ارقام زمان، بس دلوقتي مثلا بقى الجنيه بيجيب 8 او بيجيب 7 انا ما او اعرفش بيجيب يعني، 6 انا بس في الاخر هو انت لو صرفت، بقول لك انت لو صرفت جنيه وجالك 3 جنيه فشلت حلو. الجنيه ده منهم، فانت كسبت 2 جنيه، فال 2 جنيه دول انت اولى بيهم، والناس سكه ودغري يعني. متفق معاك. فيعني ايه يعني إيه امتى يبقى مشكله؟ لو انت بتصرف جنيه بيجي لك جنيه، او بيجي لك اقل تبقى مصيبه. بس بالظبط. لو انت بتصرف جنيه بيجي لك جنيه وربع، طب ما الربع ده هيجيب سرير، ربع على ربع يجيب سرير لحد يتعالج، بدل ما هو مش لاقي علاج. سكه متفق ودغري. معاك. بس كده حلو. فده يعني ايه، حلو قوي. ده كان حاجه محتاجه انت أقولها. ردك ايه بقى على كمية الاعلانات اللي بقت بتستخدم اغاني ومحدش فاهم الاغنية دي رايحة فين؟ يعني انت ممكن تشغل الاغنية دي بعد كده بقى على انغامي عندك في العربية ان دي مش اغنية اعلان. الناس حابه كده فهنعمل كده عادي. يعني ايه الناس حابة كده بقى؟ يعني انت بتعمل ريسيرش، ما انت هقول لك، انت في ريسيرش بيحصل في شركات ريسيرش، انت عظيم. بتروح تحكي الفكره لمجموعه من الفئه المستهدفه، بيجي لك الرد ان الناس تحمست جدا لما عرفوا ان الموضوع اغنيه. فانت بتبقى مهما انت بتقول يا جماعه احنا خلاص زهقنا، او تعالوا مش كل الحاجات تبقى اغاني. وعلى فكره كان قبل حقبه الاغاني دي ما كان في حقبه البينج بونج، ويلا كلنا نقول كلام صغير بسرعه جدا، فخلاص. ما فاهم. قبلها كان في حقبه، هي حقبه زي الحقبه بتاعت النوستالجيا. تحش تفتح التلفزيون تلاقي بيجامه كاستور انت لبستها وحاجه حزن. في حقبه الفينتج كلنا لابسين سبعيناتي بره برضه، ما انا مش فاهم احنا انا ابويا ما كانش، ابويا في السبعينات ما كانش بيلبس كده يا شباب. ابويا ما كانش بيلبس كده، ما فككم يا ابويا ما كانش عامل شعر يعني، فككم ما يعني ايه، فاهم. فهي بتبقى توجهات كده. الاغنيه هقول لك الكلام اللي بيتقال ان المصريين اصلا ثقافتهم سمعيه. صح. احنا ثقافتنا سمعيه جدا. يعني انت هتلاقي الراجل اللي يعني انت هتبقى فاهم. سمعت اللي حصل. الناس قلبت من ايجيبت، في زمان كان بيجي ناس تحت عربيه كارو يقعد يغني للطماطم ويقول مواويل ويقول من مقامات صح جدا. ايوه. فيبيع حلوه دي. حلو كده. فانت بتسمع، ثقافتك سمعيه. صح. فبتحب الطرب وبتحب الاغاني، بعيدا بقى ان في اغاني كتير دلوقتي ما فيهاش طرب، بس في الاخر الاغاني حاجه بتروح فعلا للامانه يعني. طب هو انت مع فكره انه في اغنيه اصلا بقت اغنيه اصلا اسم البراند ما جاش فيها؟ يعني انت شفت كام كومباوند طلع له اغنيه في مثلا في رمضان اللي فات ده؟ انت ما يا جدع لا، هو بيقولوا اسم انت بتعرف تقرا اسم الكومباوند؟ لا. احنا سايقين على المحور، الدنيا حلوه ولا حد فاهم. انت فاهمش ده ايه اصلا؟ انت فاهم ده؟ انت مش فاهم، انت شايف حروف جنب بعض فاكره سيريال، دي يطلع ده اسم الكومباوند. فهو ماشي حالك يعني. ماشي حالي. طيب اكتر حاجه مزعجه ليك في مجتمع صناعه الاعلان؟ اكتر حاجه بتضايقك؟ ان الناس مش متساويه في التصوير. يعني مش متساويه تصوير؟ يعني الصناعه في يوم التصوير الموضوع ما فيهوش مساواه خالص، مع ان عكس احنا بنقلد بره في كل حاجه ما عدا ده. يعني بره مفيش حاجه اسمها البريك مثلا للناس المعينه كذا، وفي ناس معينه تطلب اللي هي عاوزاه، وفي ناس تطلب سوشي، ومفيش الكلام الحمصي ده، ما بيحصلش اللي عندنا. بره يا باشا اوبن بوفيه للناس، كله بياكل من نفس الحاجه، والاكل ده عشان نكمل اليوم. انما هنقعد ناكل 35 سنه نقعد ناكل وايه ده، والمشكله عشان مفيش طحينه والحاجات دي. والله العظيم ده بجد حاجه بتبقى انت ساعات بتبقى حاسس فعلا ان اللقمه مش هتنزل. انت قاعد بتاكل او قاعد بتشرب طول اليوم مش عارف ايه، وقاعد مش عارف ايه ويلا وايه ده، ولا وهاتوا لنا فرابي على ميزون ايتيزون وبتاع، والناحيه التانية المايه بحساب والدنيا بحساب. ده حاجه دمها تقيل جدا، ومش بعيب على حد، لان ده هو توجه عام. هو بجد المفروض يبقى في مساواه ما بين الجميع. هو المخرج ده موظف في الشغل، والراجل بتاع البوفيه ده موظف في الشغل، والدي بي ده موظف في الشغل، والكرييتيف موظف في الشغل، احنا كلنا جايين يوم شغل، فكلنا هنحتاج ناكل عشان يبقى عندنا طاقه،
وكلنا هنحتاج نفس انواع الاكل، يعني كلنا هنحتاج ناكل كارب وناكل بروتين وناكل سلطه وحلو كده. ففككوا بقى، فككوا بقى من القصه دي عشان بجد بجد دمها تقيل. ولما في رمضان بقينا بنجربها ساعات بسبب ان احنا بنصور في رمضان، فبيبقى الفطار فخلاص انجز والذ، وبتبقى الناس روح حلوه، بيبقى اللي قاعد بياكل انا زيك. فلو انا وانت بناكل رز بسمتي ساقع واخد بالك، وربع فرخه بتعرج جايبين الفرخه عذبناها، وانت شايف الترابيزه اللي جنبك الناس قاعده بتاكل حاجات هم يعني انت اصلا ما تعرفها، انت مش عارف ده ايه اصلا، وغالبا في ناس من اللي قاعدين على الترابيزه مش عارفين ده ايه برضو. طب ما ناكل يا جماعه كلنا حاجه واحده. دي بجد حاجه بتضايقني قوي في الموضوع، يعني ما اعرفش. لا اتمنى يعني اتمنى ان عادي يبقى يوم التصوير ده يا جماعه احنا رايحين نفطر، كلنا هنفطر فول وطعميه، كلنا هنفطر كافيار، نفطر كافيار ما عنديش مشكله، يعني انتاج ساخي كده ماشي. مبسوط بوجودك في صناعه الاعلان اصلا. يعني بحب الاعلانات قوي. بتحب الاعلانات طبعا. يعني انت تكمل الاعلانات مع المسار الحلو قوي والنجاح اللي انت عامله جوه في الجزئيه بتاعه الستاند اب. يعني هكمل في الاعلانات الى ان الاقي يعني حاجه تاخد نفس الشغف بتاعك ده. يعني سؤال صعب قوي اصلا. يعني انا بحب الاعلانات وجريتفل جدا لشغلي في الاعلانات. طبعا 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 طبعا، يعني لان خد بالك هي حاجه انا بحبها، لان انا من زمان انا عاوز ابقى، من وانا صغير انا فاهم ان انا عاوز ابقى انترتينر، يعني انا عاوز ابقى شخص بيعمل حاجه الناس بتشوفها تتبسط. حلو. فجربت بقى تمثيل ما جاتش سكه، يلا نكتب مسلسلات ما جاتش سكه، يلا نعمل ستاند اب كوميدي ما جاتش سكه، يلا فاهم الشو بتاعك الاخير بالظبط. لما جه بقى عين جمل ده، هو عين جمل ده يعني ايه، ده رزق فعلا. هو فعلا فكره طلعت على قهوه والموضوع لذيذ ويعني ربنا يبارك فيه كده. يعني انا عايز ابارك لك عليه. الله يعني الله يخليك. واحده من بجد والله من المحتوى المختلف اللي بستنى ان تنزل الحلقه واستنى يبقى عندي فرصه احضر الشو لايف. يعني الحمد لله هو حلو بالناس والله. وده انا بقوله فعلا لان هو الناس اللي عندها الضحك مش انا. يعني لو حد بيتفرج انت لو بتقول يعني انت ده لو يعني لو حد يعني بيتفرج لا يا معلم. فهو بجد الحلقات اللي بتبقى لذيذه اللي الناس فعلا فيها بتبقى لذيذه. يعني انا اللي بقوله في اول كل حفله، لو انتوا لذاذه الحفله لذيذه، ولو انتوا مش لذاذه انا خدت فلوسي، الهزار اللي بهزرها دي. هو فعلا لو الناس لذيذه الحفله تبقى لذيذه، حتى لو انا ما عنديش حاجه اقولها، ما انا مش لازم على فكره. وانا مش رايح شو اثبت ان انا اكتر واحد دمه خفيف، وانا في الدنيا عامه انا مش عاوز اثبت حاجه يعني ولا عاوز اثبت في الاعلانات ان انا اكتر واحد كرييتيف، ولا عاوز اثبت مش عاوز اثبت حاجه. حلوه دي. انا عايز اتكل على الله، انا عايز يا باشا اعيش واروح قهوتي وقرشي والدنيا حلوه. سيبني انا مع ايمن وقرشي وحبايبي انا ببعد يا لهوي سندوتش جبنه رومي كده هو. انا شايف انه دي واحده من اكتر الحلقات المختلفه في رغيا، اكتر من اكتر الحفلات رغيا. كان عندي في طاقه بودكاست مواجهه اعلانيه. ضيف مختلف وطريقه تفكير بعيده تماما عن بقيه كل الضيوف اللي جم هنا. انا اشكرك انك بتقول على دماغي اصلا فيها طريقه تفكير. لا لا والله بجد انا استمتعت جدا والله أنا بالحلقه، وقبل الحلقه كمان انا استمتعت جدا وانا بشتغل معاك يا عمر. الله يخليك. انا طلعت معاك من اكتر الكامبينز نجاحا، سواء كانت الكامبين جد او كامبين كانت رايحه لمؤسسات حكوميه، او كمان كامبين كانت رايحه لشركات ستارت اب. عملنا كامبينز ناجحه جدا. انت مجتهد جدا جدا وطلع شغل حلو قوي. كلنا بنسعى ان انت تبقى موجود في الفريق اللي طلع كامبين، لان عندنا والله العظيم بيبقى طول الوقت عندنا كده ثقه انه عمر موجود في الحاجه الموضوع هيطلع A1 مفيش هزار. انا اول مره اسمع الكلام ده. انا بقول لك ده تمام. طب يعني لو تحينوني ب 20 جنيه ولا حاجه انا الانتاج ولا حبيبي والله انا انبسطت قوي. انا بشكرك جدا جدا على فرصه ان انت اديتنا فرصه ان احنا نسمع منك ايه اللي بيحصل بطريقه مختلفه. احنا من خلالك قدرنا نشوف ما وراء الكواليس. تمام. شكرا جدا جدا. اول حاجه طبعا كل ده سكريبتد، الشركه اخواتي كلاينتس انا كل ده هو ملقنهولي، انما في الحقيقه انتوا زي الفل، والتصوير الناس كلها بتاكل زي بعض، والكبده صح الصح. بشكركم جدا. ودي كانت حلقة جديدة من مواجهة إعلانية. نتقابل إن شاء الله بإذن الله في حلقات جديدة وضيوف مختلفين من صناعية ومعلمين صناعة الإعلان. شكرا جزيلا.